جميل. طيب، كيف حالكم؟ أرجو أن تكونوا بخير. اليوم ترتيباتنا مختلفة شوي. حياكم الله، أهلا وسهلا. الصوت واضح والصورة واضحة. في نوعا ما إضاءة ضعيفة بسبب أننا اليوم نحتاج ضعف في الإضاءة، لكن كيف؟ نعم، لكن واضح يعني إن شاء الله تعالى. اللهم ربي لك الحمد. ننتظر قليلا. طيب، نقوم بعملية عمل المشاركة على الفيسبوك، جزاكم الله خير. ولا تنسونا من زر الضغط على زر الإعجاب. بارك الله فيكم. أحسنتم، بارك الله فيكم. طيب سعيد، لو تتكلم حتى نسمع الصوت. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت واضح؟ صوت سعيد واضح؟ الحمد لله رب العالمين. نعم، خلاص يعني مش ما هو خطبة، كلمة واحدة بس تكفي. متصور نفسك تبغى تخطب مثلا أنت؟ صوت سعيد واضح؟ بعيد. طيب، قرب الميكروفون شوية. نعم. الحمد لله رب العالمين. نعم. كيف الآن؟ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. خلاص واضح. جميل. طيب، بعيد قليلا، يبدو أنه بعيد عن البعض. طيب، شيل الحاجز هذا عشان إيه، شيله الحاجز بس. لا، الاسفنج. طيب، جيب بالله، أعطيني إياه. هذا الميكروفون، شوف كذا، وريني كذا الزر. أي خلاص، ممتاز. الآن تكلم كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن كيف يا شباب؟ صوت واضح إن شاء الله؟ واضح، ممتاز. إذا نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات هنا في مقر المعهد، وأنتم يا من تستمعون وتشاهدون هذا البرنامج وهذه الحلقة التي تأتيكم على الهواء مباشرة من معهد العلامة ابن عثيمين وطلابه رحمه الله تعالى. اليوم سوف نأخذ الدرس الرابع والمتعلق بحادثة الإفك، وأرجو أن يكون الجميع ممن يعني تحدثنا معه قد حفظ الوجه الأول والثاني والثالث. يعني المفروض اليوم نكون حافظين 3 أوجه، ونقوم بتسميع الوجه الأول والثاني والثالث. لابد أن نكون قد حفظنا 3 أوجه من سورة النور. طيب، من قارئنا اليوم؟ الشيخ سعيد، تفضل اقرأ من إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم،
لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منه له عذاب عظيم. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. أحسنت، بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر من هذه الآيات العظيمة، ونقول قبل أن ندخل في الآيات هذه نود أن نراجع الدرس الماضي. فهنا لدينا سؤال حول الدرس الماضي الذي بدأناه من قول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. خالد بارك الله فيك. الآن هناك شيء في هذه الآية في مسألة الاستثناء هناك أمر استثني بالاتفاق. ما هي الأحكام المترتبة على القذف؟ إذا قذف الإنسان ولم يأتي ببينة ترتب عليه 3 أحكام. أولا الجلد، فاجلدوهم 80 جلدة. طيب، ثانيا وإذا كان بين الأزواج في اللعن. ذهبت إلى مسألة الأزواج. الآن نحن الآن قبل الأزواج. فاجلدوهم 80 جلدة ثم ولا تقبل لهم شهادة أبدا. تمام، إذن لا نقبل شهادتهم أبدا. ثم وأولئك الفاسقون. طيب، سؤال لكم أنتم الآن: ما هو الشيء الذي اتفق العلماء على أنه لا يستثنى لما قال الله جل وعلا إلا الذين تابوا؟ ما هو الشيء الذي اتفق العلماء على أنه لا يدخل ضمن الاستثناء؟ الجلد. أحسنتم، الجلد لا يستثنى. فلو قذف إنسان آخر ولم يأتي ببينة فإنه يجلد وإن تاب. خلاص؟ طيب، وما هو الأمر الذي اتفق العلماء على أنه يستثنى؟ هناك أمر مستثنى بالاتفاق، يعني الاستثناء يشمله الفسق. أحسنتم، الحكم بفسقه، لأن قالوا أولئك هم الفاسقون، فإذا تاب فإنه يرتفع عنه هذا الحكم. طيب، ما الحكم المختلف فيه؟ يا صادق، إذا تقبل شهادته، هل تقبل شهادته أو لا؟ وذكرنا أن هناك خلافا. أعطيه الميكروفون. ذكرنا أن هناك خلافا. ما هو الخلاف؟ الخلاف هنا بين من ومن. أول شيء، أهم شيء نفهم أن الخلاف بين من ومن. أن الجمهور يقولون أن يزول عنه والحنفية يقولوا لا. إذن الخلاف هنا بين عبد الله. لقد خالفت النظام. إذا جيت متأخر ما تيجي من وراي، تيجي كذا، ما عرفت، لأن هذه أول مرة. يلا
تفضل. الآن الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف، فماذا أولا يرى الجمهور؟ أن الفسق ما لك يا صادق رجعتنا إلى الفسق انتهينا منه الآن. يعني يلا عطنا الآن الكلام كله وين؟ في الشهادة يقبل. الفسق والشهادة يزيل. الآن نحن تكلمنا عن محل اتفاق هنا وهنا، وأتينا إلى محل الخلاف وهو اللي في النص. طيب هل تقبل شهادته أو لا تقبل؟ اذكر المذاهب. عند الحنفية لا تقبل، وعند الجمهور تقبل إذا تاب. أفعل عليك يا صادق. أو تقول هذا وأنت الذي كتبته. طيب أعطي أنس حتى نرى. أو عكس ذلك. أعتقد الحنفية أنه يزول عنه. كيف تقول يا أنس أعتقد؟ هذا أمر يجب أن تعزر عليه. الذين يحضرون كيف ما مضى حتى 6 أيام. أن الحنفية يقولون أن الشهادة الاستثناء يعود إلى الشهادة تقبل شهادة. الحنفية يقبلون الشهادة؟ العكس الحنفية لا يقبلون الشهادة. لماذا؟ ما القاعدة عندهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا طلابي يا أيها الذين يدرسون، خلاص لا أريد أن يعني يزداد شططي عليكم. اليوم أنتم محرومون من أي طعام ومن أي شراب. يلا ماذا يقول الأحناف؟ ما هي قاعدة الأحناف في الاستثناء؟ يقول يوسف قباني الحنفية يردون الشهادة لأنهم يستثنون آخر شيء فقط. أحسنت، هذا الكلام الصحيح يوسف قباني. الأحناف إذا أتيت بعدة أحكام ثم استثنيت، الاستثناء لا يشمل إلا آخر مذكور فقط، وعليه فالاستثناء يشمل الفسق. أما الشهادة فالأحناف لا يقبلونها، خلاص هي كالجلد، ذكرنا هذا. فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. الأحناف يقولون ما لنا علاقة في ذي، هذه راحت عليك ما دام قذفت ما عندك بينة. طيب الله جل وعلا يقول إلا الذين تابوا، يقول الذين تابوا هذه آخر مذكور في الآية من الأحكام الفسق، وأولئك هم الفاسقون. بس نشيل عنك الفسق، قاعدة عند الأحناف ذكرناها وأكدناها، ولكنكم قوم إيش؟ لا مش تجهلون، تنسون. طيب أما الجمهور فيرون أن الاستثناء يشمل كذلك ماذا؟ إيش؟ يشمل الشهادة. فإذا تاب وأناب وأصلح فإن نقبل شهادته، نقبل إيش؟ شهادته. لكن كيف تقبل شهادته؟ ما الذي يشترط في هذه التوبة حتى تقبل شهادته؟ ماذا يفعل؟ يبين. كيف يبين؟ يبين أنه كان كاذب. يكذب نفسه. فإن لم يكذب نفسه فلا يزال، ما نرفع عنه، توبته غير كاملة يعني. طيب الآن ندخل يعني حتى يعني ما يروح علينا وقت ثم ربما نكتشف أن هناك إيش يعني، لكن لابد تراجعوا يا أخوان. وأنا أرسلت لكم في المجموعة التلخيص والاختصار حتى تثبت المعلومات، ولأنها ستأتي معلومات أكثر وأعمق. فإذا لم نراجع فإن مثل هذا يعني أنا كمان الدرس القادم سأسمع لكم الوجه الأول والثاني والثالث، هذه المفروض، والرابع إن شاء الله تعالى. يعني أقول لك مثلا يا خالد اقرأ من قوله تعالى هكذا. طبعا هذا خلاص، هذا واجب أسبوعي يا إخواني. في الأسبوع وجه ما نستطيع أليس كذلك؟ هاي نعم، حتى برضو المدرس يتحمس. لكن إذا جاء المدرس، أنت إيش رأيك؟ مدرس يدخل الفصل يسأل الطلاب عن الدرس السابق، ما حد فهموه لكنه من السيوم، ماذا يفعل؟ يتشجع ما يتشجع. لكن يعني اليوم التعزير سيكون بمنع العشاء ومشروبات الساخنة. طيب أما اليوم أيها الأحبة فإن الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه آيات تتلى إلى يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. هذا مبتدأ درس اليوم. إن الذين جاءوا بالإفك،
الآية تشير إلى قوم جاءوا بالإفك. وما هو الإفك أيها الأحبة؟ لو سألنا سؤالا وقلنا ما هو الإفك؟ تفضل. الكذب. هو الكذب فقط؟ طب كانت الآية إن الذين جاءوا بالكذب أقوى من الكذب، أقبح من الكذب، لأن فيه إيش؟ تزييف وتغيير في حالة مفاجئة ومغايرة، ويحتوي على قلب الحقائق وتزوير. وأيضا فيه معنى الاتهام لشخص لشخص لا يتوقع منه أن يقع هذا الشيء، فهو إفك عاري تماما عن الصحة، بمعنى أنه لا يحتمل الكذب. هناك احتمال، الخبر ما احتمل الصدق والكذب، هكذا يعرفون الخبر. كل ما احتمل الصدق والكذب فهو لذاته، فهو خبر. لكن عندنا في الإفك هنا هو لا يحتمل الكذب، لا يحتمل الصدق، بل هو كذب واضح. طيب، وحتى نفهم هذه القصة وهو حديث الإفك ونستوعبه جيدا، لا بد من قراءة ما جاء في السنة النبوية. فهذه القصة أيها الأحبة، تعرفون من الذي رواها؟ روتها صاحبة القصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وحديثها مخرج في الصحيحين، يعني رواه البخاري ورواه مسلم. طيب، هذا الحديث الشنيع وهو حديث الإفك، أو وإن شئت فقل حادثة الإفك. إذا قلت حادثة الإفك فأنت تتكلم عن ماذا؟ عن الحادث، عن الواقعة نفسها. وإن قلت حديث الإفك فهو الذي سوف نقرأه الآن مما رواه الإمام البخاري ومسلم. طيب، على بركة الله سنشارك الشاشة معكم، وأنتم ترونها الآن صح؟ طيب، على بركة الله. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها هذا رواه البخاري ومسلم أيضا، حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله منه. قال الزهري، هذا محمد بن شهاب الزهري وهو راوية الإسلام، قال وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم أوعى من بعض وأثبت له اختصاصا، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعض. زعموا أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا يبتدئ الحديث. يعني محمد بن شهاب الزهري رضي الله عنه ورحمه روى هذا الحديث من عدة من طرق، عنده عدة طرق، لكنه لما نظر إلى هذه الطرق وجد أن الاختلاف بينها يسير جدا، ولكن بعضهم كان أوعى وأحفظ لما رواه عن عائشة رضي الله عنها، مما يدل على أن الاختلاف بسيط، ولكنها روت القصة بالتفصيل. أيها الأحبة، تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه. وهنا إذا أراد أن يخرج سفرا يعني إلى سفر، سفرا يعني ممكن نضع قبلها كلمة إلى، لأن إذا أراد أن لأنه الفعل خرج يأتي بعده عادة إيش؟ إلى. طيب، إذا أراد أن يخرج إلى سفر أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. طيب، متى كان هذا السفر؟ كان هذا السفر أيها الأحبة في غزوة بني المصطلق، وتسمى غزوة المريسيع. غزوة ماذا؟ المريسيع. وكانت هذه الغزوة متى؟ بعد أن فرض الحجاب. ركزوا في المعلومات، بعد أن فرض الحجاب، والحجاب فرض في السنة السادسة من الهجرة. ومعنى ذلك إما أن هذه السفرة كانت في نهاية السنة السادسة أو في السابعة، لأنها قطعا نزلت بعد فرض الحجاب كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب، إذن التاريخ الآن علمنا سبب السفر
وهو غزوة المريسيع غزوة بني المصطلق. خلاص الآن؟ ثم علمنا التاريخ، فهي بعد نزول الحجاب، والحجاب نزل في السنة السادسة، إذن ستكون هذه الغزوة متى؟ في نهاية السادسة أو في السابعة، بداية السابعة. تقول: فأيتهن، ماذا كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أكثر من زوجة؟ من التي تسافر معه؟ من خرج سهمها فيقرع بين نسائه، والقرى معروفة. فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، فأقرع بيننا في غزاة غزاها. ما هي هذه الغزوة يا سعيد؟ المصطلق، وهي غزوة المريسيع. احفظوا الأسماء. طيب، قالت: فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب. شوفوا بقدر الله جل وعلا من يخرج سهمها؟ عائشة. يعني ما خرجت سودة، ما خرجت حفصة، ما خرجت زينب، إنما خرجت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. شوفوا الأقدار، هذا اللي تؤمنوا أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر الذي يقدر المقادير ليعلي درجة المؤمن بالابتلاء، وليحقق المصالح الشرعية في تمييز الحق من الباطل، وليعلم الله الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. أراد الله جل وعلا أن يكون كل ما سوف تستمعون إليه في هذا الحديث. تقول: فأيتهن خرج سهمها، قالت: فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب. شوفوا يعني الحديث هذا عجيب. يعني عائشة تقول: فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب. لماذا تقول هذا الكلام؟ لأن له علاقة بشيء سيأتي في القصة. تقول: وأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه. ما هو الهودج؟ ما هو الهودج؟ الذي يوقع فوق الجمل. طيب، معك الميكروفون وجاوب. الهودج هو صندوق يوضع على الجمل، فوق الجمل. نعم. من يجلس فيه؟ الرجال ولا النساء؟ النساء يسرهن. طيب، وهذا الهودج وش يسوي فيه؟ هذا يشال. إذا أنخنا الجمل يشال، ويشال من فيه حتى تخرج. ثم إذا جاءوا يريدون إعادته تدخل المرأة وتحمل مع الهودج وتوضع على الجمل، عشان نركز ما الذي جرى. طيب، تقول: وأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك فقفل ودنونا من المدينة. طيب، تقول: حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة، يعني انتهى من الغزوة. فقفل ودنا، قفل يعني رجع، ودنونا من المدينة يعني اقتربنا من المدينة. فآذن ليلة بالرحيل، يعني في الليل قال الرسول: نمشي نتحرك، لسه ليل، ما أصبحت الدنيا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فآذن ليلة بالرحيل. فقمت فمشيت حتى جاوزت الجيش. وين راحت؟ ذهبت تقضي حاجتها، حاجة الإنسانية، إما بول أو غائط. فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي. كان عنده عقد. تقول: من وين؟ من جزع أظفار. جزع أظفار يعني الحجارة الصغيرة هذه، الخرزات، وأظفار منطقة في اليمن يعني منسوبة إلى اليمن، مثل الخرزات الصغيرة هذه، قيل من الحجار وقيل من الخرزات. خلاص، وأظفار في اليمن. قد انقطع فرجعت، يعني انقطع منها بمعنى أنه، وقيل أنها كانت قد استعارته، مو حقها أصلا. ماذا فعلت عائشة؟ ما قالت لهم: ترى أنا بروح أطلب. لماذا يا أيها الأحبة؟ لماذا لم تقل لهم ذلك؟ ليقضي الله أمرا كان مفعولا، لأن الله يريد لهذه الحادثة أن تحدث. فذهبت قالت: فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاءه. تدور مثل الإنسان اللي يدور. ما الذي يحصل للإنسان الآن؟ ما الذي حصل لها؟ ما انتبهت للوقت، فجلست تطلب هنا وتطلب هنا وتطلب هنا.
فصار الوقت طويل جدا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قالت فحبسني ابتغاؤه يعني طلبه، فأقبل الذين يرحلون بي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري. جاءوا ما ينظرون، ممنوع الآن الحجاب نزل، ما يتأكدون عائشة موجودة ولا لا. ماذا فعلوا؟ أكيد إنها موجودة، فاحتملوا الهودج ووضعوه على طيب أحد فيكم يسأل يقول يعني ما يشعرون، ما يحسون، الهودج صار خفيف، ما ينتبهون؟ هاي عبد الله، ها احتمال صح؟ المفروض انهم انتبهوا صح ولا لا؟ هاي سعيد، حد عنده فيكم جواب؟ ايوه، لانه عائشه كانت خفيفه الحمل. كانت خفيفه الحمل، احسنت بارك الله فيك. بالتالي نقرا كلام عائشه ونشوف ماذا قالت. قالت فاقبل الذين يرحلون بي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. قالت وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم وإنما يأكلون العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم. يعني عائشة جاوبت على هذا السؤال. شوف قالت فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه وكنت جارية. هذا السبب الثاني، حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا. ترى عائشة رضي الله عنها وأرضاها هنا لماذا فسرت عائشة رضي الله عنها هذا الأمر؟ لماذا فسرته؟ أجيبوني على هذا السؤال. عائشة رضي الله عنها تقول إنه السبب أن النساء إذ ذاك كنا لم يأخذهن اللحم فكنا يأكلن العلقة من الطعام، حاجة بسيطة وتكفيهم. لم يأخذهن اللحم، ما كانوا سمان إذ ذاك. وكنت جارية حديثة السن. هي ماذا تريد أن تقول؟ إنها خفيفة الوزن. نعم، هي خلاص هذه انتهينا منها. السؤال ما الهدف من هذا الكلام؟ حتى يعني لا يتساءل أحد. طيب يتساءل من أي ناحية؟ حمل الهودج. هنا إجابة ما شاء الله، عندنا إجابة هنا أوريكم هي. الله أكبر، أحسنت. ممتاز، جاءت إجابات. وين محمد؟ ايوه اليوم إنما يستجيب الذين يسمعون. طيب ما تبين لي لسه. لم يتبين لك؟ لا. عائشة تريد أن تقول لا تلوموا هؤلاء الذين حملوا الهودج، لا تلوموا، لا تحطوا الخطأ عليهم. لا، قد يكون اصلا لأن جوا ناس شالوا هذا أيا يكن، حتى لا يأتي إنسان ويتهم هؤلاء بالتفريط ويقولون لماذا لم تنتبهوا لأم المؤمنين، تشيرون كذا، المفروض تتأكدوا. فهي تريد أن تقول إنه هذا هو السبب فالخطأ الذي حصل، فهي تعتذر لهم. أم المؤمنين عائشة رغم كل ما حصل لها، وهذا فيه درس أيها الأحبة، إنه لم يحصل لك خطأ قدر، لا تروح تلوم كل من في الموضوع وكلكم غلطانين. في ناس لابد أن تلتمس لهم الأعذار، لم يتسببوا في شيء. فبالتالي عائشة رضي الله عنها وأرضاها رغم أنها ابتليت في هذا إلا أنها اعتذرت لهم بهذا الاعتذار. قالت رضي الله عنها، قالت فوجدت طيب فلم يستنكر القوم حين رفعوا ثقل الهودج فاحتملوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا. ايش سووا؟ رحلوا. لا إله إلا الله. فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منزلهم وليس فيه أحد. رجعت فلم تجد فيه أحد. قالت فأقمت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي. إيش سوت عائشة رضي الله عنها؟ أجيبوني. لما رجعت إلى المكان الذي كانت. لماذا؟ هذا أسلم شيء يعني. ليش ما راحت تطرد وراهم؟ يمكن ما تستطيع تلحقهم يعني. أحسنت. ولذلك قال العلماء وشراح الحديث هذا يدل على فطنة عائشة رضي الله عنها.
مع أنها عند هذه الحادثة تعرفون كم كان عمرها؟ صغير. قدروا عمر عائشة رضي الله عنها. 22. الذهبي يقول كان عمرها 12 عاما، 12 سنة 12 سنة وتحصل لها هذه الكارثة. أنس كم عمرك الحين؟ 12. في عمرك يا أبو أنس، في سن أنس رضي الله عنه وأرضاه. رضي الله عنها وأرضاها. إذن ماذا فعلت من ذكائها وفطنتها؟ طبعا وعائشة ذكر عنها من العلم والفضل والفطنة المبكرة جدا، لذلك اختارها الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يختار له إلا الأفضل. فقالت فعدت وظننت أنهم سيفقدون فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة غلبتني عيناي. هذه قضية أخرى الآن، يعني إنسان فقدته القافلة وعمرها 12 عاما، قالت فغلبتني عيناي فنمت. طبعا كان في الليل، إيش صار عليها؟ نامت، رغم أن الحادثة أو الواقعة هل تؤدي إلى النوم أيها الأحبة؟ لا تؤدي إلى النوم. تخيل أنت الآن تركت ابنك أنس في المحطة، ينام ولا يقعد قلقان يدور؟ سيجلس قلقان. لكن من الذي أنامها؟ الله سبحانه وتعالى، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الله أكبر. قالت فبين أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي. هذا الرجل العظيم صفوان ابن المعطل السلمي ثم الذكواني تأخر عن الجيش. هو نفس الشخص؟ صفوان بن المعطل الذي اتهم في عائشة، لا الذكواني الشخص ثاني. هو نفسه هو، ثم الذكواني يعني اللقب. السلمي الذكواني. انت الحين بن سعد، لو قلت فلان بن سعد ثم كذا ثم الى اخره. طيب اذا واضح الكلام الان؟ طيب فاذا كان بهذا الشكل، هنا السؤال لخبطني شويه. الان السؤال، هذا الرجل ما الذي اخره؟ يا انس، صفوان بن المعطل الآن صحى في الصباح، حينما أصبح الصباح وجاء خارج. قال بعض الشراح إنه خرج رضي الله عنه وأرضاه متأخرا، لأنه كان من عادته أن يأتي بعد الراحل، بعد القافلة، فيأخذ ما سقط من الأمتعة، لذلك تأخر. وقال بعضهم لأنه كان إذا نام نومه شديد لا يقوم. وربطوا بين هذه الحادثة وحادثة أخرى، أن زوجة صفوان بن المعطل رضي الله عنها وأرضاها جاءت تشتكي صفوان، فقالت يا رسول الله إن صفوان لا يقوم لصلاة الفجر، لا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا للقصة هذه. فناداه النبي قال أحقا ما تقول؟ قال نعم. قال وكيف تفعل هذا؟ قال يا رسول الله إنني من قوم عرفوا بذلك، فلا نقوم حتى يعني تطلع الشمس، نومهم طويل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت فصل الفجر. يعني عندهم مرض، ما هم طبيعيين، واضح؟ فعذره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إذا قمت من النوم فصل الفجر. فالآن لما جاءوا إلى حديث عائشة قالوا إن السبب الذي جعل هذا الرجل هو الذي تصادفه هذه القصة أنه كان نائما، وهذا هو الأقرب. هذا هو الأقرب، لأنه قام لما أشرقت الشمس رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا ليقضي الله أمرا كان مفعولا. طيب ثم قال غلبتني عيناه فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم وكان يراني رأى سواد إنسان نائم وكان يراني قبل الحجاب.
احنا قلنا ركز في حكاية الحجاب، يعني يعرف عائشة ويعرف ملامحها متى؟ قبل الحجاب، لكن بعد الحجاب ما يعرفها الآن. لكنها لما نامت كشفت عن وجهها، ما في أحد، فهو جاء وهي كاشفة عن وجهها رضي الله عنها وأرضاها لأنها نائمة. لما شافها عرفها لأنه رآها قبل الحجاب. فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بإيه؟ بجلبابي، يعني بملابسها، غطت وجهها. هو قال إيش؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. قال بعض العلماء أراد أن يوقظها باسترجاعه، وقال بعض العلماء إنما قال ذلك لأنه توقع ما سوف يكون. هذه عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حرم النبي صلى الله عليه وسلم. كيف إيش اللي بيصير الآن؟ والإنسان إذا أصيب بمصيبة فإنه يقول ماذا؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فلما رآها الآن بر وخلا وهو رجل وهذه امرأة، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ماذا سيقول الناس؟ وفي المدينة مجتمع المدينة فيه منافقون. فجاءت كل ما سوف تسمعونه جاء في باله رضي الله عنه وأرضاه. فقال ماذا يا إخواني؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فاستيقظت عائشة. قال فخمرت وجهي بجلبابي والله ما تكلمت بكلمة ولا سمعت منه كلمة. ما تحلف عائشة رضي الله عنها، ترى هذا الحديث ترويه بعد ما انتهت القصة. شوف، ترويه بعد ما يعني هدأت وبرأها الله جل وعلا. تقول والله ما تكلمت بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته. لما شاف الموقف ذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم أناخ راحلته فوطئ يدها فركبتها، يعني حتى ما ساعدت، خلاص وطئ بقدمه على ناقته فأناخها، وصعدت عائشة رضي الله عنها فركبتها فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة في شدة الهلاك، يعني في شدة الحر في نحر الظهيرة. قالت فهلك، يا الله من هلك، لا إله إلا الله. إيش معنى فهلك من هلك؟ فهلك من هلك، في ناس ماتوا، وفعلا ماتوا هم، ولكن ما نوع الموت يعني هلك من هلك، ما المقصود به؟ الهلاك هنا ليس هلاكا حسيا، وإنما هلاك إيه؟ معنوي، يعني خاض في عرضها واتهم عرضها وعرض صفوان، فهلك من هلك. شوف، ما سمت عائشة رضي الله عنها الناس الآن، وإنما قد فهلك من هلك، يعني هناك ناس هلكوا، اتهموها بالباطل واتهموا صفوان بالباطل، نعوذ بالله، وقعوا في عرضها. قالت وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. عائشة رضي الله عنها هنا تفسر قوله تبارك وتعالى إن والذي تولى كبره منهم. من هو؟ عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين. من أي قبيلة هو؟ من يعرف؟ المدينة كانت فيها قبيلتان، الأنصار، هم من الأنصار، الأوس والخزرج. من وين هم؟ أوسي أو خزرجي؟ أوسي أكيد، يعني إذا ما صار أوسي حيكون خزرجي. لا شاطر يا أنس والله، ما شاء الله عليك، كيف عرفت ذلك؟ خبرني. كان خزرجيا. عبد الله بن أبي بن سلول هذا أيها الأحبة، هذا كان موعودا بأن أن يملك على الأنصار وتخرز له الخرزات. فلما جاء الرسول إلى المدينة وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم شرق، انخنق، وأبغض النبي عليه الصلاة والسلام، فآمن في الظاهر وبقي قلبه على الكفر، ليس الكفر فقط، والمعاداة والبحث
وإثارة الفتن في المجتمع المدني. فلما حصلت هذه الحادثة جاءه إيه؟ جاءه ما يسره ولقي شغلة يتكلم فيها، تولى كبره. ما معنى هذا الكلام؟ يعني تولى إشاعته وتبنى القضية. تعرف أنت الآن في إنسان يتبنى القضية ويشتغل إذاعة ينشر الفساد، وفي إنسان عابر طريق لا يهمه الأمر مشغول في دنياه، ولكنه ألقى هذه الكلمة ولكنه غير مهتم. غير لما يكون إنسان ذو حسب وذو نسب مثل هذا الرجل وعنده مجلس ويجون الضيوف، وكل ما جاء أحد قال ما دريت وش صار، ما سمعت الأخبار، كيف يحصل الشيء هذا، حتى إنه قال شاب وشابة ما تظنان أنهما فعلا. كل ذلك يؤذي من؟ ما يؤذي عائشة ترى، وإنما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤذي المؤمنين، ويؤذي أبا بكر، ويؤذي عمر، يؤذي كل المؤمنين ويعرف. هو يقول إيش؟ شوفوا الآن، شوفوا الخبث في عمل هذا المنافق. هو ما يتهم الآن، هو يقول يعني غريب، يعني موضوع غريب، هذا أمر غريب، يعني إيش اللي خلاهم كانوا مع بعض؟ شيء غريب صراحة. أنا ما أقدر أقول شيء، ما أقدر أحكم، ما أقدر أتكلم، فهمتم؟ ولكن كل ما جاء أحد فتح له السالفة وكلمه بهذا الكلام. ماذا يريد؟ يريد إشاعة الموضوع وزعزعة المجتمع المدني والإضرار بالنبي عليه الصلاة والسلام وبسمعته، لأنه لو أضر بالرسول أضر بالشريعة، وهو منافق أصلا. لا إله إلا الله. قالت إذن فهلك من هلك، يعني هؤلاء هذا من أوائل من هلك، لأن الله جل وعلا قال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قالت فقدمنا المدينة. الآن هم أول ما نزلوا في المكان الذي عرسوا فيه بدأ الكلام، بس مجرد ما وصلت بدأ يتكلم وأذاعه. قالت فقدمنا المدينة، دخلت المدينة. عائشة الآن ما تدري عن شيء ترى، عائشة رضي الله عنها وأرضاها لا تدري عن شيء إلى الآن. ترى تحكي القصة بعدين لما عرفت التفاصيل رضي الله عنها وأرضاها، أما الآن فهي لا تعرف. تقول فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا. لا إله إلا الله. ما معنى اشتكيت بها شهرا؟ كانت مريضة، مرض لا علاقة له بالكلام لأنها لم تسمعه أصلا، وإنما أصابتها الحمى، ارتفاع في الحرارة وكذا. قالت والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك. ما معنى يفيضون؟ يتكلمون. لمسكم فيما أفضتم، الله جل وعلا يقول عذاب عظيم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. طيب إذن يفيضون يعني يتكلمون ويتداولون الأخبار واللي هي الإشاعة هذه المكذوبة. قالت يفيضون في قول أصحاب الإفك. لا إله إلا الله. قالت ويريبني في وجعي. إيش معنى ويريبني في وجعي؟ ما معنى ويريبني؟ هي الآن ما عندها شك لأنه ما سمعت الكلام، لكن تقول ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض. لا 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 يعني يخلق شك انه في تغير، في عنده قلق من تغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني تقول كنت مستغربة، تقول كنت أستغرب أنني مريضة، ومو هو عادة النبي عليه الصلاة والسلام لما أنا أمرض أنه يتجاهلني. ما وجدت منه اللطف والحنان والاهتمام، وهذا من عادة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنت يا سعيد الآن لو مرضت ودخلت البيت وزوجتك كأنك ما أنت مريض ولا شيء، تشغل المكيفات وأنت بردان وتجيب لك الموية وهي باردة والثلج، تشعر بإيش؟ بعدم الراحة. تقول ما في اهتمام. المفروض تجيب السواخن وكذا وتقيس لك الحرارة، صح ولا لا؟ وهي أيضا إذا مرضت تتوقع منك إيش؟ كيفك الحين؟ شو أخبارك؟ وديك المستشفى، أجيب لك دواء، حتى يعني لو ما كانت حقيقية بس كلام، صح ولا لا؟ لكنك لو ما سويت هذه الأشياء إيش تقول؟ تقول والله هذا ما هو مهتم. هذا شيء طبيعي يا إخوان يحصل بين الزوج والزوجة.
وأهم حاجة بعدين إن شاء الله نتكلمكم عن هذه النقطة. أهم شيء يجب أن لا يفقد ما بين الزوجين اللي هو عنصر إيش؟ الاهتمام. عنصر الاهتمام، يعني وأنت جاي لو اتصلت قلت تبغون شيء أجيب لكم حاجة وأنت ما عندك نية، تعبان جالس عند السيارة بس مسويها فيلم، هذه ممتازة لأنها تدل على أنك إيش؟ مهتم. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: ويريبني، يعني يشككني في شيء كذا، يعني ما هو غريب، ما هو واضح، ليش الرسول تغير علي؟ ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض. يعني كنت أرى، شوف كانت ترى، يعني معناه هذا عادة النبي عليه الصلاة والسلام، حينما تمرض يريها اللطف. إنما يدخل فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ والله شيء عجيب يا إخواني. عائشة رضي الله عنها وأرضاها التي هي أحب نسائه إليه، لما سئل من أحب الناس إليه قال أبو بكر، قال ثم من النساء قال عائشة، قال ومن الرجال قال أبوها. ما في أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة، لا يوجد أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة، لكنه عليه الصلاة والسلام هنا لم يكن يريها ماذا؟ اللطف والحنان، وهي محتاجة إليه بسبب ماذا؟ بسبب المرض. وكان يدخل فيسلم عليها، فيسلم على أهل الدار ويقول: كيف تيكم؟ ما هي تيكم ذي؟ إشارة إلى من؟ حتى ما يقول كيف عائشة، ما يقول كيف حال عائشة وهي مريضة، لا يقول هذا. هذا دليل على إيش؟ لا إله إلا الله يا أخوان. هذا دليل على ماذا؟ ها؟ دليل على الأذى الذي وجده الرسول صلى الله عليه وسلم، على تأثره عليه الصلاة والسلام، متأثر عليه الصلاة والسلام في شيء، يعني هو بشر في النهاية ويتضايق من هذا الكلام. من يحفظ الآية التي تدل على أن الرسول يضيق بما يسمع؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فاللي يقول لك والله أنت لا تهتم بكلام الناس أبدا، تكلموا كلام يتكلموا، هذا كلام صحيح؟ لا، في كلام يقولونه فلا تهتم به، لكن كلام لا، كلام في عرض وعرض عائشة رضي الله عنها ولا يتأثر، مستحيل. فكان يظهر على النبي عليه الصلاة والسلام هذا التأثر، ما ترك الدعوة عليه الصلاة والسلام، ما ترك الصلاة، ما ترك القضاء، ما ترك الخروج للناس، ما ترك التفكير في مصالح المسلمين، وإنما كان قد ضاق صدره، فإذا دخل منزله يسأل عن عائشة فيقول: كيف تيكم؟ فقط. شوف، ما قال شيء ولا اتهمها ولا غير رأيه فيها أبدا، وإنما لم يبد لها اللطف، بالرغم من أن المدينة قد شاعت فيها الأخبار وتأذى النبي صلى الله عليه وسلم أذية كبيرة، وعنده غيرها كم يا إخواني من النساء؟ عنده 8 من النساء عليه الصلاة والسلام، يعني يستطيع أن يستغني عنها، لكنه اكتفى عليه الصلاة والسلام بأن صبر وصابر عليه الصلاة والسلام، وكان إذا دخل يقول: كيف تيكم؟ قالت: ولا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت. إيش قصدها ولا أشعر بشيء من ذلك؟ من الأخبار اللي في الخارج، من أخبار التهمة. أنا ما أدري عن شيء إلى الآن، ترى ولا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت. إيش معنى نقهت؟ هاي عمار، استعدت الصحة اللي هي النقاهة، نفس الكلمة مأخوذة. نقهت يعني تشافيت وتعافيت. قالت: فخرجت أنا وأم مصطح بنت أبي رهم قبل المناصع. خرجت أنا وأم مصطح ابن أثاثة، قريب من؟ قريب أبي بكر رضي الله عنه. أم أبي بكر خالة أم مصطح، فتكون خالته، يعني أم أبي بكر خالة مصطح لأنها خالة أمه، واضح؟ طيب، راحت هي وأم مصطح إلى المناصع لإيش؟ لقضاء. قالت: وكانت متبرزنة. ما هي المناصع؟ مناطق مفتوحة، صحراء مفتوحة قريبة من المدينة من جهة البقيع. كان النساء والرجال يذهبون إليه لقضاء حوائجهم، ما هم مثل الآن. دورات المياه وين موجودة يا إخواني الآن؟ في البيوت، بل موجودة وين؟ في غرفة النوم. نسأل الله أن يرزقنا شكر هذه النعم. كانوا يتعبون. قالت: وكانت متبرزنة لا نخرج إلا ليلا إلى ليل
وذلك قبل أن نتخذ الكنف. إيش هي الكنف؟ قريبا من بيوتنا. الكنف اللي هي الحفر، اللي هي الحمامات. طبعا قلنا الحمامات، بعدين اتخذوا الكنف، فيخرج الإنسان برضو ما هي في البيوت، خارج. يعني كأنها تخبر أنه طلعنا إلى المناصع قبل أن نتخذ هذه الكنف، رضي الله عنها وأرضاها. في حديثها يعني تفصل كل حاجة. قال: وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التبرز، فأقبلت أنا وأم مصطح، رجعنا، بنت أبي رهم نمشي، فعثرت في مرطها فقالت: تعس مصطح. كيف عثرت؟ عثرت في ملابسها، تعرقلت فقالت: تعس مصطح. طبعا الإنسان لما يكون يعني زعلان من أحد فقالت: تعس مصطح. غريبة. عائشة رضي الله عنها استغربت: إيش تعس مصطح؟ ليش يعني تدعين عليه بالتعاسة؟ لماذا الدعاء؟ فقلت: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا. هي إيش تقرب له هذه الحرمة؟ الحرمة اللي قالت تعس مصطح إيش تقرب له؟ أمه. فقالت لها عائشة رضي الله عنها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا. وكان عند الصحابة من شهد بدر تجاوز القنطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلك لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكان كلهم مغفور لهم، ومنهم من يا أخواني؟ مصطح. فكيف تدعين عليه؟ فقالت: يا هنتاه ألم تسمعي ما قالوا. إيش معنى يا هنتاه؟ يا هذه، هي بمثابة يا هذه. وقيل أنها تقال للبلهاء الصحيحة الخفيفة اللي عقلها خفيف، خلاص يعني إنسان صحيح، إنسان صحيح تقولها يا هنتا، يعني اللي فيه غفلة. وفي يعني بعض الناس تقول فيه غفلة الصالحين، فهمتم هذه؟ تقول لها يا هنتاه ألم تسمعي ما قالوا، يعني أنت إلى الآن ما سمعتي إيش اللي. هذا أيضا بتدبير الله جل وعلا، أن تخرج مع أم مصطح لتسمع هذا، لأنها شهر كامل جالسة في البيت. ألم تسمعي ما قالوا فأخبرتني ما يقول أهل الإفك. قالت: فازددت مرضا على مرض، يعني بعدما نقحت جاء الآن المرض. هذا المرض نفسي ولا جسدي؟ نفسي. وقد يكون تحول إلى مرض عضوي، لأن الأمراض النفسية أقوى في التأثير من الأمراض الجسدية، لأنها تستدعيها سبحانه ويضعف البدن فتأتيه الأمراض. قالت: فازددت مرضا على مرضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تيكم؟ فقلت: إذن لي آتي أبوي. هي الآن تبغى تعرف، بدأت الآن تقول ها الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يسأل يقول كيف تيكم ولا يناديني باسمي وذهاب اللطف، الآن سمعت كلام تريد أن تذهب إلى أبويها لتستجلي الأمر، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى أبويها. فقلت: إذن لي آتي أبوي. قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت أبوي فقلت لأمي: ما يتحدث الناس به؟ إيش الكلام اللي قاعد أسمعه؟ إيش الكلام هذا الذي الآن أنا أسمعه؟ فقالت: يا بني هوني على نفسك الشأن، فوالله لقلما امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. أمها رضي الله عنها أم رومان زوجة أبي بكر الصديق كانت امرأة عاقلة، لما جاءتها ابنتها بهذا الأمر الفظيع ما قالت لها اسكتي أنت، أنا طول الشهر أبكي وأنت ما تدري قطعت نفسي، ما قالت لها كذا، خففت عليها المصاب. كيف يا عبد الله؟ كيف خففت عليها المصاب؟ بإخبارها إنه يعني أي شخص ممكن يعني عنده ضرائر يكون يسبب له هذا الكلام. ما هي الضرائر؟ معك الميكروفون عشان يسمعوا الجواب. ما أدري هل المقصد زوجات الرسول ولا؟ نعم، الضرة هي زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، وغيرها أيضا من نساء المؤمنين كانوا يغرن من عائشة، فهي تقول لها:
قلما فلقلما كانت امرأة قط وضيئة. وضيئة ايش معنى وضيئة؟ جميلة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. فقلت سبحان الله لقد تحدث الناس بهذا. انتبهوا لهذه النقطة. عائشة تقول سبحان الله الناس يتكلموا بهذا الكلام، يعني غافلة، فعلا غافلة، ما خطر في بالها إنه الغيرة أو الحقد أو النفاق يوصل إلى هذا. الناس يتكلموا بهذا، إنه أنا زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أفعل هذا، وهذا الصحابي يفعل هذا. الناس يتكلموا لهم شهر. يعني لو كان الكلام يعني بشكل آخر عن حب الرسول لها غيرة وكذا، لكن يتكلمون إلى هذا المستوى. لا إله إلا الله. تقول لقد تحدث الناس بهذا. قالت نعم فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع، لا إله، ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت. إيش معنى لا يرقأ لي دمع؟ يعني بكاء. بكاء يا إخواني. إنسان يعني تجري دموعها رضي الله عنها وأرضاها عند أبويها، ولا أكتحل بنوم، ما نامت. ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. الموضوع يا إخواني الآن وصل إلى مرحلة التأثير على نفسية النبي عليه الصلاة والسلام. فرأى أن يشاور في مين يا إخواني؟ يشاور في عائشة. والله يا إخواني موقف جدا صعب. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأشار عليه وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي. إيش معنى استلبث الوحي؟ هاي محمد استلبث يعني استلبث يعني تأخر. استلبث يعني طال، يعني الرسول كان ينتظر شيء، كان ينتظر يجي وحي ينهي هذه القضية. لما طال الموضوع وأخذ شهر يا إخواني استلبث الوحي. فنادى الآن علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد. احفظوا عمار نادى من؟ علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد. علي بن أبي طالب ماذا يقرب للرسول يا سعيد؟ ابن عمه، يعني من بني هاشم، صح ولا لا يا إخواني؟ طيب. وأسامة بن زيد حبه وابن حبه يستشيرهما في فراق أهله. لا إله إلا الله يا إخواني. الاستشارة في إيش؟ في الطلاق. والله أمر عظيم يا إخواني. عائشة يعني كادت أن تطلق في هذه الحادثة، في فراق أهله. ولذلك قضية التهمة والأعراض هذه تؤدي إلى مثل هذا يا إخواني. قال فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم، فقال أهلك يا رسول الله ولا نعلم والله إلا خيرا. أسامة بن زيد ماذا قال؟ أهلك، ذولي أهلك يا رسول الله، ولا نعلم عنهم إلا خير. وهؤلاء أصلا المنافقون قاعدين يتكلموا، فأمسك لا تغير رأيك، هذه زوجتك. لا إله إلا الله. قال ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. شوف علي رضي الله عنه، لماذا قال علي رضي الله عنه وأرضاه النساء سواها كثير ولم يضيق الله عليك؟ من يستنبط لنا الجواب؟ لأن بعض الناس يقول يعني ما كان لعلي أن يقول هذا الكلام، فما وجهة نظر علي الآن؟ يقول كأنه يعني عندك مع بقية النساء 8 أزواج معك. أيوة. لعل الله يعنيك بهن أو تستبدل غيرها، يعني تطلقها. يعني نظر إلى أي جانب الآن علي؟ حالة النبي النفسية. حالة النبي صلى الله عليه وسلم. نظر إلى حالة النبي عليه الصلاة والسلام. موضوع أخذ من الرسول، أثر في نفسية الرسول عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يريح الرسول، فيقول له ماذا؟ طلقها، فإن نزل الوحي أرجعها. طلقها الآن عشان ترتاح ويسكت أهل المدينة فإذا نزل الوحي تعيدها. طيب لماذا علي رضي الله عنه أيضا اعتذار آخر، لماذا علي رضي الله عنه أتى بهذه النصيحة؟ لأنه إيش يقرب له؟
فإذا في قرابة أيضا، وهذه التهمة أيضا لن تؤثر فقط على الرسول وإنما أيضا على القرابة. تتذكرون ماذا قلنا؟ إنه المرأة لماذا شدد في مسألة زناها؟ لأنها لا تتأثر هي وحدها، وإنما الذي يتأثر من؟ الزوج والعائلة إلى آخره. طيب، فإذا علي رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يريح النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك انظروا ماذا قال. قال: لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك، وسل الجارية تصدقك. الجارية من هي هذه؟ بريرة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة. شوف، علي بن أبي طالب أعطى الرسول مشورة متزنة. أنت تعبان من الموضوع هذا، صح؟ طلقها النساء سواها كثير، ولكن قبل أن تطلقها سل الجارية. شوف ايش تقول. الجارية تعمل في المنزل فهي تعرف أخلاق عائشة، لو في شيء يمكن هو الذي يجعلك تتخذ هذا القرار أو تمسكها، اسأل الجارية. فعلي رضي الله عنه ما أشار فقط بماذا؟ بالمفارقة مراعاة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل قال له: واسأل الجارية عشان تطمئن، رضي الله عنهم أجمعين. طيب، وسل الجارية تصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: يا بريرة، هل رأيت فيها شيئا ما يريبك؟ طبعا بريرة رضي الله عنها وأرضاها كانت امرأة عاقلة، وكانت جارية، وكانت مملوكة، ولها زوج اسمه مغيث، وكان مغيث يحبها حبا جما، وكانت امرأة مدبرة، فكاتبت سيدها، كاتبته انها تشتغل وتفدي نفسها، يعني خلاص تتحرر. ثم اعتقتها عائشة رضي الله عنها. فلما عتقت، طبعا هي هذه القصة وهي لا تزال أمة، لما اعتقتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها بريرة صارت حرة، وزوجها مغيث عبد، فأرادت الفراق، خلاص قالت ما أبغاه. ومغيث يحب بريرة ومثلها يحب، رضي الله عنها وأرضاها، رحمك الله. فجاءت إلى رسول الله، يعني خلاص طلقت منه. فصار هذا الرجل مغيث يمشي في سكك المدينة يبكي على من يا أخواني؟ على بريرة. وجاء إلى رسول الله وطلبوا من الرسول الشفاعة، فنادى بريرة فقال: يا بريرة، مغيث هل راجعته؟ فقالت له: يا رسول الله، لا إله إلا الله، أتأمرني فأطيع؟ قال: إنما أنا شافع. قالت: إذن لا حاجة لي فيه. هذا الحب من طرف، تعوذوا بالله من الحب من طرف واحد. السوريين إيش بيقولوا كذا؟ كله عندهم كلمة في هالموضوع، يقولوا يخزي الحب شو بيزل، يعني إذا صار من طرف واحد، أما إذا كان من طرفين لا بأس. فهو ابتلي بهذه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول للعباس: ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ شيء غريب، صح؟ هذه هي بريرة قبل أن تعتقها عائشة، قبل أن تصبح حرة. جاءها الرسول صلى الله عليه وسلم فسألها: يا بريرة، هل رأيت فيها شيئا ما يريبك؟ 12 سنة، رضي الله عنها وأرضاها. فقالت: لا والذي بعثك بالحق. شوف يا إخواني كيف صدق، والذي بعثك، إن رأيت منها أمرا أغمصه، يعني أعيبه عليها، أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله. هذا بس العيب. إن كان في شيء أعيب عليها إنها لا تزال صغيرة. أنا أخبز الخبزة العجينة فأروح أطلب شيء من السوق، تمام، فتنام عن عجين أهلها اللي أنا سويته عشان نطبخه، فتأتي الداجن. من هي الداجن؟ الدجاجة بس؟ أي حيوان يعيش مع الناس يسمى حيوانات الداجنة، العلوم زمان درسناها، الدجاجة والشاة وما إلى ذلك. فتأتي الداجن فتأكله، وهي الآن تذمها أو تثني عليها، من يعرف.
الآن هل هذه مذمة في هذا السياق أم ثناء؟ بريئة يعني. ها؟ بريئة. يا سلام يا محمد، أحسنت. يعني هذه المرأة بريئة جدا، إذا فيها عيب فهو براءتها. إن كنت تعد هذه البراءة، ولذلك انتبهوا، إن الذين يرمون الغافلات، هذه الغفلة، وهذه امرأة غافلة، إذا فيها عيب فهو الغفلة. كيف يعني غافلة؟ تنام عن عجين أهلها، مما يدل على براءة. ولذلك هؤلاء الغافلين لما يجي واحد ويتهم إنسان غافل يستأمنك وما يدري أنت إيش قاعد تسوي، وربما تطلب منه السكين فيعطيك إياه لكي تذبحه ما يدري، وربما تمد له المسدس فيقول لك خذ المسدس وأنت تريد قتله. هذا إنسان إيش يسموه؟ غافل، ويا غافل لك الله. فهمت علي؟ فهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت من هذا النوع، غافلة. ولذلك حتى الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا، هذه الآية اللي بتجينا في الوجه الثالث، قال بعض العلماء إنها خاصة في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللي يرميهن لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. واضح يا إخواني؟ إذن هذه ليست تهمة في عائشة، وإنما تريد أن تبرئها بهذه الطريقة. فقالت لا والذي بعثك بالحق إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله. فقام رسول الله، هنا الرسول صلى الله عليه وسلم إيش استنتج الطلاق والفراق ولا الإبقاء؟ وأكد له حسن الظن في أهله. أما أسامة فقال لا نعلم عليها إلا خير وأهلك. وأما علي فالرسول فاهم أنه راعى جانبه. يعني أحيانا تأتي لإنسان وتعرف أنه لا يريد هذا الأمر، تقول له والله تدري أنا شايفك تعبان، سوي اللي أنت يريحك، بس أنت ما تبغى يسوي اللي. فهمتم؟ يعني ولذلك قال له اسأل الجارية، وهو يعلم أن الجارية ايش بتقول، وهو يعلم بماذا سوف تجيب الجارية. فالآن الرسول صلى الله عليه وسلم اطمأن لأهله وزال. فإيش سوى عليه الصلاة؟ ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قال فتأكل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول فقال، يعني وقف على المنبر نادى الناس عليه الصلاة والسلام، صعد المنبر فقال عليه الصلاة، فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول فقال من يعذرني من رجل. شوف الرسول ماذا قال؟ من يعذرني من رجل، يعني يخلصني منه، يعني فأعذر. من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. شوف الرسول بدأ الآن يدافع كما يدافع الزوج عن زوجته عليه الصلاة والسلام. يأتي الآن إن شاء الله. قال وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. من هو هذا؟ أبو بكر. يا جماعة من هو الرجل الذي وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا؟ من هو الرجل؟ مصطح؟ لا صفوان بن المعطل. يا إخوان احفظوا الأسماء، صفوان بن المعطل. ما علمت عليه إلا خيرا، وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان، ما علم عليه الرسول إلا خيرا. وما كان يدخل على أهلي إلا معي، ما كان يدخل لحاله، ما يدخل إلا معي عليه الصلاة. فقام سعد بن معاذ. يعني الآن الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر تأثره من الكلام الذي قيل. فقام سعد بن معاذ. الشاشة ما تحركت عندنا. ها؟ ما هذا القديم يعني ما شوية. طيب خلونا كذا نسأل. الشاشة تتحرك عندكم؟ لأن عندها تتحرك هنا، يبدو أن تأخر من عندنا هنا. الشاشة عند قولي من يعذرني من رجل واضح يا شيخنا. إذن في إشكالية هنا. نعم في إشكالية فقط هنا. نعم. طيب تقول
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي ووالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال: من هو سعد بن معاذ؟ وسيد الأوس، سيد الأوس رضي الله عنه وارضاه. فقال: يا رسول الله، والله وأنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس من جماعته ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. من وين هو هذا عبد الله بن أبي بن سلول؟ من وين يا إخواني؟ خزرجي. يعني سعد بن معاذ الآن يعرض، معروف أنه هو عبد الله بن أبي بن سلول، تمام. الآن سعد بن معاذ أجاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: نضرب عنقه. فقام: لا إله إلا الله. شوفوا يا أخوان ما الذي حصل. وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقال سعد بن عبادة، وش هذا سعد بن عبادة رضي الله عنه؟ سيد الخزرج الآن، لا إله إلا الله في المسجد. فقال سعد بن عبادة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا. قبل هذه الحادثة تقول عائشة كان رجلا صالحا. طب ايش اللي صار عليه؟ قال: ولكن احتملته الحمية. لا إله إلا الله. ايش اللي صار له يا اخواني؟ جاءته الحمية، لأن عبد الله بن أبي من جماعته. كيف أنت يا سعد تجي وتقتل واحد فينا؟ كيف تقتل واحد من جماعتنا؟ طيب، نسي سعد في هذه اللحظة، لحظة الضعف الإنساني، قدم القبيلة والقبيلة والحمية على هذا ايش يا اخواني الآن؟ لا، هذا منافق أولا، واتهم عائشة وأضر بالرسول، تدافع عنه. عائشة تقول: كان قبل ذلك رجلا صالحا، وهو رجل صالح من خيرة الصحابة رضوان الله عليهم. فقال: شوف الكلام ايش يقول. قال: قال: وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية. فقال: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. لا تقتله ولا تقدر على ذلك. تمام. لا إله إلا الله. شوف في المسجد أمام النبي من قام هنا؟ قال: فقام أسيد بن حضير من خيرة الصحابة فقال: كذبت، يرد على سعد بن عبادة: لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. هذا أسيد من الخزرج، أي من الخزرج، تقاتل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا يعني أن يقتتلوا. وجاء في بعض الروايات أنهم تواعدوا عند الحرة، يعني المشروع النبوي خلاص فتنة الآن. لو تقاتل الأوس والخزرج تقاتل الأنصار، وش بقى؟ صح ولا يا إخواني؟ ولكن شوف، انظروا يا إخواني إلى ضعف الإنسان. قال الله جل وعلا: وخلق الإنسان ضعيفا. لا تزال بقايا الجاهلية موجودة. يعني هذا اتهم عرض الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو منافق معلوم النفاق، على أي شيء تدافع. بعدين ليس فقط من لاحظ الآن، ليس سعد بن عبادة وإنما الخزرج، لأنه ثار الحيان. يعني هذول قالوا ما تقتلوه. طب هو المقصود من لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يعذرني في رجل؟ يقصد من؟ يقصد رجل واحد، وليس الخزرج كلهم عليه الصلاة والسلام. لكن إذا جاء قامت الحمية ضاعت، طاشت العقول، وهذا كان معروف. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام لكي يزيل هذه، يعني إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة. فما في ولاء قبل ولاء الدين، والرسول جاء من أجل أن ينهي هذا. لكن الآن الأمر ماذا حصل؟ انفرط العقد يا إخواني أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا لابد من حكمة. الآن النفوس تعبانة مشحونة ومستعدة لما هو أشد، وهو القتال. ويا فرحة المنافقين. طيب، قال: وكان قبل ذلك. فقال: فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان. طيب خلوني الآن شو أسوي؟ لأنه الظاهر نعم مدام كذا أنا فاهم، بس عشان الشباب يعني تعبوا مساكين، الشباب تعبوا، فسنفصل الموضوع من هنا ونعيده مرة ثانية.
على انه يضبط معاهم. ايوه والله ما في اي فرق، الله المستعان. طيب نمشي يعني. لا اله الا الله. طيب تقول اخواني خليكم معايا. وقد تقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى هموا يعني بالقتال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المنبر فجعل يخفضهم حتى سكتوا، ومكثت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح عندي أبواي وقد بكيت ليلتي ويومي حتى أظن أن البكاء فالق كبدي. لا إله إلا الله. بالله ضعوا خطوط يا إخواني على هذه الكلمة. حتى أظن أن البكاء فالق كبدي، يعني من شدة البكاء وصفت حالتها بأن البكاء سيقطع كبدها رضي الله عنها وأرضاها. قالت فبينهما جالسان عندي وأنا أبكي. من هم اللي معها؟ أبواها. وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار إيش تقول؟ فأذنت لها فجلست تبكي معي، فبينا نحن كذلك جاءت امرأة من الأنصار فدخلت فقط للبكاء. فهمتم؟ تواسيها بإيش؟ بالبكاء، تبكي كما تبكي. والإنسان يحتاج في هذه اللحظة من يواسيه. فهذه المرأة الذكية ذهبت لكي تبكي مع عائشة وتظهر لها أننا معاك، تبكي معي. فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل لي ما قيل قبلها، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأن شيء. قالت، وقال بعضهم إنها 37 يوم، والعرب كانت لا تعد الكسور، فعائشة قالت شهر. تمام، واضح معايا؟ العرب لا تعد الكسور، فهي أطول من شهر، لكن في لغة العرب يحذف الكسر. طيب وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأن شيء. قالت فتشهد ثم قال يا عائشة، لا إله إلا الله، اسمعوا هذا الخطاب، يا عائشة أما بعد فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب الله عليه. شوف يا الله، موقف صعب. لأن عائشة رضي الله عنها المبرأة تسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها هذا الكلام، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب الله عليه. يعني لا يزال في قلب النبي عليه الصلاة والسلام احتمال ولو بسيط جدا، فأراد أن يردها إلى التوبة، وأن باب التوبة مفتوح والله غفور رحيم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي، انقطع خلاص، جف دمعي. لما انتهى من هذا الكلام جف دمعي حتى ما أحس منه بقطرة، وقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله يا إخوان. عائشة قالت إيش أقول؟ فتركت من ذكائها وفطنتها، خافت أن تستعجل بجواب تخطئ فيه، فقالت أخلي بيني وبين الجواب شخص كبير عاقل وهو أبو بكر. فقالت يا أبتي رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق متفشل يا إخواني، حزين جدا متفشل، إيش هذه؟ حتى إنه جاء في بعض الآثار أنه كان يقرأ القرآن على ظهر بيته ويبكي ويقول أمر ما عرفناه لا في جاهلية ولا في إسلام، كيف جاءتني ذي المصيبة؟ فكان متأثر. فقال إيش؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحبه. إيش أقول؟ يعني موقف محرج، إيش أقول للرسول ويقول لك كذا؟ فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، موقف عظيم والله يا إخواني. الاثنين تخلوا عنها، يعني ماذا تقول الآن؟ يعني تخيل، بس أنت تخيل الموقف هذا، أن ابنك مثلا في المدرسة
قال لك تعال معايا، فاتهموه في المدرسة وانت ما انت قادر ترد عليه، تقول والله ما ادري ايش اقول، تقول دافع عني يا ابويا، وانت تقول انا ما اقدر اقول وامي، فتكون انت كذا قدام اداره المدرسه، موقف عظيم. لا اله الا الله. اجيب يعني قالت وانا جاريه، شوف تعتذر لنفسها، حديثه السن، عمرها كم قلنا يا اخواني؟ 12 13 في هذه الحدود. لا اقرا كثيرا من القران، شوف تعتذر لنفسها، لا اقرا كثيرا من القران. فقلت اي والله لقد علمت انكم سمعتم ما تحدث الناس ووقر في انفسكم وصدقتم به، ولئن شوف تقول انا سمعت الكلام وعرفت السالفه واعرف الذي يعني حصل لكم. اذا طيب انا من رايي الان صالح ايه شغله اللمبات هذا خلاص ايه نعم ايه خلاص نعم، لانه هذا ما عاد صار في اشكاليه في انه سخن او شيء من هذا القبيل، فحتى انا اركز ايضا في الشاشه مع الطلاب. احسنت بارك الله فيك. إيه خلاص هذا بكيفه خلاص الان. طيب فتقول يعني انها ما كانت تقرا من القران، تقول لكن شوف لقد علمت انكم سمعتم ما تحدث الناس ووقر في انفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم اني بريئه والله يعلم اني بريئه لا تصدقوني بذلك، وان اعترفت لكم بامر والله يعلم اني بريئه لا تصدقني، والله ما اجد لي ولكم مثلا الا ابا يوسف اذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ما ايش قالت يا اخواني؟ قالت الان انا متهمه وانتم لن تسمعوا مني لان التهمه وقرت في نفوسكم حتى صدقتموها. طبعا هي تعرف انهم لم يصدقوها، لكن هذا نوع من انواع الدفاع عن النفس، وهذا يفعله حتى اولادنا. اعرف انك لو اقسمت لك ايمانا، هي تعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم وابواها لم يتهماها، ولكنهم يعني الكرب والمصيبه التي وقعوا فيها. ثم تقول رضي الله عنها ان لا اقول ان لا اجد هناك مثلا الا ابا يوسف. من هو ابو يوسف يا اخواني؟ يعقوب. طب لماذا لم تقل يعقوب عليه السلام؟ لانه مشكلتها نفس مشكلتنا. بس لماذا لم تسمه؟ غاب عن ذهني يعني من شده الهول. الله يفتح. من شده الهول نست اسم والد. قال العلماء من شده الهول والتاثر، احيانا انت لما تتاثر تنسى كل شيء، صح ولا لا؟ فهي بلغ بها حد الموقف والتاثر انها نسيت، فقالت هذه الايه فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يا اخواني يعني شوف، يعني فعلت كما فعل نبي من انبياء الله في موقف عظيم، صبر جميل، اصبر، ولم تكذب نفسها ولم تعترف، لكن كان لديها يقين بأن مع الصبر ستأتي إيش؟ سيأتي الفرج. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر، أن الفرج مع الصبر، فسيأتي الفرج لكن لازم أصبر. ولذلك استدلت بهذه الآية، قالت فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله، ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحي، ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن، أن يتكلم بالقرآن في أمري. تقول حولت وجهي ولا تزال في كرب، بس كان عندي أمل في رسول الله لا، في أبوية لا، خلاص انتهت الآن القصة، انقطعت الاتصال بمن؟ بالأسباب الأرضية، والرسول عليه الصلاة والسلام بشر، انقطعت حيل البشر ولو كانوا أقرب الناس إليها. قالت هذه ليس لها من دون الله كاشفة، لا بد أن تأتي العناية الإلهية. لكن عائشة رضي الله عنها تقول كان شأني أحقر، ما كنت أتوقع شأني أحقر من أن ينزل فيها القرآن، ينزل فيها القرآن مو معقول، ما كان يعني إيماني ولا نظري إلى نفسي ولا اعتدادي بنفسي يصل إلى أن ينزل فيها القرآن، وإنما إيش؟ ولكن
تقول ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا تبرئني، بس يشوف رؤيا، أما ينزل القرآن هذه ما جت، ما خطرت في بالي. فوالله ما رام في مجلسه ولا خرج أحد من البيت حتى أنزل، يعني الرسول في نفس المجلس لسه ما طلع من المكان، جاءه الوحي، وكانوا يعرفون الوحي إذا جاء للرسول عليه الصلاة والسلام تتغير حالته، فيتصبب عرقا في اليوم الشاتي، وتنزل منه قطرات مثل الجمان، يعني مثل حبات اللؤلؤ، قطرات في اليوم الشاتي، فيعرفون أنه الآن يعني يوحى إليه. حتى جاء في بعض الأحاديث أنه ستروا النبي عليه الصلاة والسلام بستار، لأن حالته عليه الصلاة والسلام أثناء نزول الوحي ليست الحالة الطبيعية، يتغير عليه الصلاة والسلام ويدخل في حالة غير الحالة العادية، فستروه. ثم ما الذي حصل يا إخواني؟ لا إله إلا الله. ولكني أرجو تقول حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، حتى إنه لا ينحدر منه الجمان من العرق في يوم شات، فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة احمد الله فقد برأك الله. لا إله إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخواني كان مكروب عليه الصلاة والسلام، أحب نسائه إليه تكلم فيه المنافقون من هب ودب من لا يسوى شيء، وأبو بكر حزين وأمه حزينة والمؤمنون حزينون والأنصار كادوا أن يقتتلوا فيما بينهم، كرب عظيم زلزل المدينة. من يتدخل في هذا يا إخواني؟ الله جل جلاله. فلما سري عن رسول الله أقبل عليه الصلاة والسلام وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة احمد الله فقد برأك الله. لا إله إلا الله. فقالت لي أمي قومي إلى رسول الله، قومي إلى رسول الله. إيش تسوي له؟ قومي إلى رسول الله. ليش يا إخواني تقوم إلى رسول الله؟ عشان تقبل راسه، عشان تثني عليه وتحمد وتشكره. اللي جاب لك الخبر السعيد من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، لولا هو لما جاء الخبر. لكن في القلب نوع من إيه؟ من عتب الحبيب، من يعني عتب المحبوب من حبيبه. يعني لما لم ترى منه اللطف، لما جاء يستشير فيها، لما جاء يقول لها توبي، كل ذي مسجل الآن، لكنها تعرف مقامها أنه ازداد الحين ولا نقص يا إخواني؟ ازداد. لا، ازداد حبه لها عليه الصلاة والسلام، وازدادت مكانتها في الإسلام، ليس بس عند الرسول، لأن نزل فيها القرآن يتلى إلى يوم القيامة. تمام؟ والمرأة إذا علمت مكانتها عند زوجها ماذا تفعل؟ تتغلى، لأنها تأمن. والآن أمنت عائشة لما قالت لها أمها رضي الله عنها وأرضاها قومي إلى رسول الله، فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. ليه قالت الكلام هذا يا أخواني؟ أن البراءة جاءت من فين؟ من الله جل وعلا. يعني الرسول لا يمكنه أن يأتي بوحي، وإنما الذي أنزل هو الله سبحانه وتعالى. فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآيات. فلما أنزل الله هذه في براءتي قال أبو بكر الصديق، هذه 10 آيات يا إخواني. في الرواية الأخرى أنها 10 آيات، وإذا عديناها نجدها 14 آية، تنتهي عند قوله تبارك وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. عدوها بتلقوها 14. لو سأل هذا السؤال غيرك، ها لو جعلناه ضربا، لا هو ايش يقول؟ لا سمعتم سؤاله، هي 14 وانت تقول يا ابو ريان في الروايه تلك انها 10 آيات. فسأل محمد ليش 10 آيات وهي 14 بحسب كلامك؟ لا ما فهمت ايش يعني مناسبة تذكر العدد، يعني ايش الربط؟ ما فهمت ايش الربط. هي جاء في الروايه الاخرى 10 آيات وهي 14. يلا اذا السؤال عندك يا محمد، يلا. لا بس انا قبل هذا السؤال، هل الوحي نزل وهم كلهم كانوا جالسين؟ نعم
سبحان الله، أنا كنت أظن أن الوحي ينزل عليه وسلم وهو منفرد لا أحد يراه، لكن ما ظننت. انت استاذنت في هذه اللحظه، الظاهر ما كنت موجود. رحت نعم. قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبرح مكانه ولم يخرج بعد ان يعني سال هذا السؤال: ان كنت اذنبت ذنبا، وردت عليه، تمام، وردت عليه وقالت: انما يعني اقول كما قال ابو يوسف لما قال هكذا، ما خرج الرسول، ما خرج من المنزل، فجاءه الوحي. إيه بس هم كانوا موجودين. نعم موجودين، نعم الوحي نزل وهو موجود. نعم موجودين. الصحابة كانوا يشوفوا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ينزل عليه الوحي. كانوا يرونه ويصفون حاله عليه الصلاة والسلام. نعم، الجواب نعم. المهم الآن السؤال: كيف هي 14 آية ثم نقول في بعض الروايات 10 آيات؟ 16 آية. 16 كمان؟ 16 آية من عند إن الذين قالوا. 16 آية. طيب 16 آية. ها ماذا قلت يا أبا عبد الله؟ العرب لم تكن تعد الكسور. يا سلام، وجاوبت هنا ما شاء الله إحدى الأخوات قالت نفس الكلام هذا، قال لأن العرب لا تعد الكسور، فإذا إذا شفتوا في بعض الروايات 10 آيات وتروح تعديتوها حتلاقوها 16 آية، صح؟ فلا يعني عندكم معلومة الآن، خلاص؟ طيب إذا فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلى قوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، قالت: فلما نزلت الآيات ولا يأتلي أولو الفضل، يعني لما نزلت الآيات هذه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ماذا قال؟ والله لا أنفق على مصطح. مصطح إيش سوى؟ كان ممن تكلم في عرض عائشة رضي الله عنه وأرضاه، هو من أهل بدر، صح ولا لا؟ وتكلم في عرض عائشة وهي قريبته، لأن أم أبي بكر الصديق هي خالة أمه، فهي خالته، فكيف يتكلم؟ يعني المفروض أنه ما تكلم عنها حتى حمية، هذه بيتك يعني، فكيف تتكلم؟ المهم فأبو بكر الصديق الآن جاء ليحاسبه، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ينفق باستمرار على مصطح لأنه كان فقير، فأقسم أبو بكر الصديق وقال: لا أنفق عليه أبدا، يتكلم في ابنتي ما دام نزلت البراءة لا أنفق عليه. سبحان الله يا إخواني. طيب فقال أبو بكر: والله إني ثم والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعدما قال لعائشة، فأنزل الله: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. إذن هذا سبب النزول، جاءت الآية ولا يأتلي يعني لا يقسم أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى إلى آخر الآية، إلى قوله: والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح بالذي كان يجري عليه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ليس كعامة الصحابة، وقطعا ليس كعامة الأمة. واحد تكلم في عرض عائشة وهي زوجة النبي وآذاك في ابنتك، أول ما نزلت الآية نسي، بل جاء في بعض الروايات بل ضاعف له في النفقة، لو كان يعطيه 1000 بعد ما تكلم في عائشة لهذه الآية وليعفوا وليصفحوا، راح يسوى. جاء في بعض الروايات أنه أعطاه أكثر، وهذا إن دل فإنما يدل على سلامة صدره، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لأنه طهر رضي الله عنه وأرضاه بالجلد، فسامحه وعفى عنه. العفو والصفح يعني مسح تماما، مش مجرد مغفرة، بل عفو وصفح، يعني الصفح ده إنك تمسح تماما، فلا تتذكر هذه المعصية أبدا. بل كما ذكرت لكم أنه جاء في بعض الآثار أنه رضي الله عنه وأرضاه ضاعف له العطاء. طيب تفضل. يعني لما ذكرت انت 10 آيات او 14 آية هنا من السرد اللي ذكرت دحين، يعني واضح انه آيات البراءة هي 10. نعم. ثم بعد ذلك ولا يأتي أولو الفضل منكم، هذه نزلت بعد ايش؟ بعد آيات البراءة، ما نزلت مع بعض كلهم في نعم. واحد. لا الله تعالى أعلم، لكن توجيه العلماء أن الآيات، لا بس الرواية الآن اللي كانت الآن أيوة. تبين إنه لما حدثت البراءة
أبو بكر قال إيش؟ أنا ما راح إيش؟ ما راح أنفق على مصطفى. ايوه. ثم بعد ذلك نزل يعني قصدك انه يحتمل ان تكون هذه روايه ال10 آيات تقصد اللي هي من الذين جاءوا ثم جاءت التي بعدها. أيوه. هذا يحتمل ايضا، هذا يحتمل ايضا، وان كان بعض الشراح ذكر بانها الايات كلها 14، فهي ليست 10 آيات. يعني اذا سالناك ايات احاديث الافك ستقول 10 ام 16؟ 16. والتخريج كما ذكرنا لكم واضح. وإن قلت كما تفضلت يا أبا عمار بأنها خاصة في آيات التبرئة وتلك آيات زائدة، فهذا بس تحتاج أنك تفيدنا فيها وتجيب الجواب الدرس القادم. هو واضح أنا أتكلم عن لا يعني لا تأتي لا يعني هذا التفسير الجميل تضعه. أول شيء دفعت 50 لولدك ولا ما دفعت؟ 50 حقيش. لا أمرنا لابنك ب50 جنيه الأسبوع الماضي. لا نحن نكلمك الآن. طيب أحسنت سؤالا. طيب نرجع للحديث. فقال أبو بكر والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، وكانت تساميني فعصمها الله بالورع. من هذه يا إخواني؟ زينب بنت جحش يا إخواني. زينب بنت جحش هي زوجة من زوجات الرسول، وضر لأم المؤمنين عائشة، وقد سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة وش رأيك في الموضوع؟ فماذا كان جوابها؟ قالت أحمي سمعي وبصري. قالت وكانت تساميني. إيش معنى تساميني؟ تنافسني. كانت أجمل نساء الرسول بعد عائشة، وكان لها مزية. من يعرف مزيتها ممن حضر معنا سورة الأحزاب؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوج. فكانت زينب رضي الله عنها وأرضاها تتفاخر على نساء النبي فتقول أنا التي زوجني الله من فوق 7 سماوات، فترد عائشة وتقول وأنا التي أنزل الله في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. بس من أحب النساء إلى قلبه عليه الصلاة والسلام؟ عائشة ولا مقارنة. لكن أيضا اللي كانت تجاريها وتخاف منها عائشة، دعنا نقول هكذا، كانت مين؟ زينب. فمتوقع من زينب أنها تستغل هذه الفرصة. إذا الشيطان يعني سوف يحضر، سيحضر لمين؟ لزينب، فهي فرصة. لكن الله عصمها. تقول بماذا؟ بالورع والتقوى. يعني ما تصل الأمور إلى أني أتهمها في عرضها، لا، هذه زوجتك وتعرف حبها، فعصمها الله بماذا؟ بالورع. لكن من وقع فيها؟ لا، حمنة بنت جحش أخت زينب أخذتها الغيرة. دائما كانوا يتكلمون، معشر النساء تعرفون يعني، حتى الصحابيات رضوان الله عليهم كان لهم أحزاب، حتى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. هل تعرف أن زوجات الرسول كانوا حزبين؟ سودة ومعها مجموعة، وعائشة ومعها مجموعة، حتى إنهن أرسلن زينب بنت جحش يقولن للرسول صلى الله عليه وسلم اعدل بيننا وبين بنت أبي قحافة، وأرسلنا فاطمة رضي الله عنها عشان تدخل في الموضوع. يعني يجري بينهن ما يجري بين النساء. فلكن يعني زينب نجت من هذه التهمة، عصمها الله بالورع. ومن وقع فيها لا إله إلا الله يا إخواني؟ حمنة أختها. فتكلمت في عرض عائشة نصرة لمين؟ لأختها. وهذه أكبر مصيبة يا إخواني، قضية التهمة. أحيانا الإنسان ما له مصلحة في الكلام، يعني ما له مصلحة ينقل الكلام، ولكن مؤازرة، لكن هذه المؤازرة تجعلها في أمر لك فيه سعة. أما أمر لا رأيت ولا سمعت وفيه حدود شرعية، هذه مصيبة. طيب، فقالت أحمي سمعي وبصري رضي الله عنها، فعصمها الله بالورع. طيب، انتهى معنا هنا الحديث، انتهى معنا هذا الحديث. عصمها الله بإيش يا إخواني؟ عصمها الله بالورع. وتكلم في عرض عائشة يا أحبتي من الصحابة الكرام مجموعة، منهم مصطح، ومنهم حمنة،
عبد الله بن أبي سلول. نعم من المؤمنين. آه. حمنة بنت جحش. وتحدث حسان بن ثابت. لا إله إلا الله. وكان حديث هؤلاء تصديقا إنه فعلا فعلت. ولم يعني يشتغلوا بعملية الدعاية والوشاية ليضروا بالرسول، وإنما حماية للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن قلوبهم مؤمنة وليس نفاقا، فالذي في قلوبهم قالوه لوجود القرائن والأدلة. يعني أخطأوا لأن الذي يقع في هذه المعصية هو مؤمن، فيطهره ماذا يا إخواني؟ الحد. فحسان ومصطح وحمنة هؤلاء الثلاثة لما نزلت آية البراءة دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، طلب منهم البينة، لا ما في بينة، خلاص القرآن أنهى الموضوع، فجلدهم عليه الصلاة والسلام. جلد هؤلاء الثلاثة فطهروا وزال عنهم الإثم في الدنيا وفي الآخرة، أنهم في النهاية صحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا تكلم أحد في حسان تكره أن يتكلم فيها. شوفوا عائشة رضي الله عنها نصرها الله جل وعلا، وأقيم الحد على حسان، فكان إذا ذكر عندها حسان وشتمه أحد من الصحابة كيف يتكلم فيه؟ تقول لا تتكلم، خلاص لقد كان يدافع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بأشعاره. فقال لها مرة أحد الصحابة ألم يقل الله جل وعلا والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم؟ فقالت، تبين هذه النقطة، قالت وأي عذاب أشد من العمى، لأنه عمي في آخر حياته رضي الله عنه وارضاه. حسان بن ثابت عمي، فكانت تقول عائشة حتى لو افترضنا فقد عمي. ولذلك من غرائب الأقوال يقول ابن كثير في تفسيره، يقول أن فسر وهو قول شاذ أن الذي تولى كبره حسان، قال لما قد يشعر ذلك في رواية البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت وأي عذاب أشد من العمى، لأنه قال له عذاب عظيم. لكن هذا القول شاذ، وقد أجمع الصحابة كما في حديث عائشة هذا أن الذي تولى كبره من؟ عبد الله ابن أبي ابن سلول. أبا عبد الله ترفع يدك، تفضل. في بعض المقولات يعني أن العائلة كانت شايلة شوية على علي بن أبي طالب. طبيعي نعم، حتى لو أنها أخذت في خاطرها من علي رضي الله عنها وأرضاها، حتى لو أخذت عليه في خاطرها، فهذا مما يبقى من الجرح، لأنه بماذا أشار عليه رضوان الله عليه؟ بماذا أشار؟ بالطلاق، على أن هذا لا يظهر، يعني لم يظهر هناك شيء يعني، وإنما جاء في بعض الأحاديث أنها في حديث وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته متكئ على فلان وعلى رجل، وهذا الرجل جاء في تبيينه في بعض الأحاديث أنه علي. قيل لماذا لم تسمه؟ لأنها لا تزال واجدة في نفسها. واضح؟ وهذا شيء طبيعي، لأنه أشار بشيء هو معذور فيه، وإنما قصد الخير رضي الله عنه وأرضاه. وكل هذا معفو عنه مغفور، لأن الله قد غفر لهذا الجيل كل شيء، وهم بشر في النهاية، يحصل بينهم كما يحصل بين إيش؟ الناس. طيب الآن الرسول صلى الله عليه وسلم جلد هؤلاء الثلاثة، لكن سؤال، هل جلد عبد الله ابن أبي بن سلول وبقية المنافقين الذين كانوا؟ لماذا لم يجلدهم؟ لأن المنافق يعني غير مسلم. خذ الميكروفون لأنه هذا يعني كلام كبير. المنافق يعني هو اللي يظهر إيمانه ويبطن كفره، ففي الأول والآخر هو غير مؤمن. ما أعتقد أن العقوبة ستطهره. أنت قرأت هذه؟ قرأت إيش؟ قرأت هذا الجواب كذا من راسك؟ والله
لا مو لا 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 مو لا 50 هذا مرة. أبو عمار اشتكى يقول 50 كثير وكذا، فأبو عبد الله خليها 100. 50% يعني 25، لأنه جوابه هذا حرفيا أجاب به العلماء. قال بعض العلماء لم يحد المنافقين لأن الحد تطهير، والمنافق لا تطهره العقوبة في الدنيا. واضح يا إخواني؟ العقوبة لا تطهره في الدنيا، ولذلك لم يحدهم. طب إذا رجع أسلم هل لازم يجلدوا ولا خلاص؟ أنت إذا أسلموا هم ما أسلموا ترى. لا إذا يعني خلاص. أيوه يعني هذه انتهت القصة، هذه انتهت الآن. يعني لا يعني في أدب السؤال أن تفكر قبل أن تسأل، أن يكون لسؤالك ماذا؟ منفعة. إذا كان السؤال جملة افتراضية لا يمكن أن تحصل، فالأفضل أن لا تسأل. واضح؟ فالآن هؤلاء لم يحدوا، لماذا؟ لأنهم منافقون، والمنافقون لا يطهرهم الحد. طيب، وقال بعض العلماء لم يحدهم. ما هو القول الثاني؟ بعض الطلاب ما شاء الله أجاب به في سبب آخر، ما شاء الله إن هذا العلم دين. أجاب قال لم يصرحوا بالقذف، وكذلك سبحان الله لأن الحد للتطهير. قال لم يصرحوا، هذا هو، لم يصرحوا بالقذف، يعني ما قالوا إنه زنى بها، خلاص هذا هو التصريح. لم يكونوا يقولوا هكذا. ليه؟ طب لازم واحد يفهمني لماذا لم يصرحوا بالقذف، ولماذا صرح مصطح وكيف؟ ممكن كانوا شاكين فيه. لا لازم ينشرون لأن المنافقين لا يريدون أن تمسك عليهم كلمة تظهر ما في قلوبهم. تمام، يلا خذ جاوب عشان يسمعوك. سؤال لكم. لأن المنافقين لا يريدون أن تمسك عليهم دليل أو إثبات يدل على ما في قلوبهم، فلذلك كانوا حاضرين دائما ويقولون كلام يحتمل ما بين ذاك وذاك، يعني أو يفهم منه ولكن لا إثبات. أحسن. المنافق، النفاق مرض قلبي، فالمنافق زئبقي لا يمكن أن تمسك عليه شيء، وهذه طبيعة الإنسان المنافق. لأن النفاق ليس كل إنسان يستطيع أن يكون أن يكون منافقا وأن يتعامل بالنفاق. النفاق مرض يركب على شخصيات معينة تستطيع أن تتلاعب بالألفاظ، فكانوا يتلاعبون بالألفاظ، مثل أن يقول شاب وشابة، أمر غريب. الآن هل اتهم بالزنا؟ ما اتهم، تعريض، يعرضون ولا يصرحون حتى لأنه لو مسكت عليهم سيجلدون. واضح يعني بالنسبة لهم الأمر واضح. والنفاق للأسف الشديد أيها الأحبة يبتلى به بعض الأذكياء والفطناء، ولذلك ما تجد إنسان منافق غبي، صح ولا لا؟ لأن النفاق يحتاج إلى ذكاء، ويعني مش يعني ذكاء وليس ذكاء، تمام؟ يحتاج إلى ذكاء حتى ينجو في المواقف، لأنه يلعب على كل الحبال. هو النفاق إيش؟ أن يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. هذه قدرة، هذه مهارة، ولكنها مهارة شيطانية. فمن مهارتهم الشيطانية أنهم كانوا لا يصرحون وإنما يعرضون. وإذا الإنسان استخدم التعريض أيها الأحبة فإنه ينشر إيش؟ ينشر الشائع أكثر، لأنك إذا قلت نفس العبارة التي هي الزنا ينصدم الذي أمامك، يقول لك اتق الله، وبيروح يبلغ. فهمت علي؟ لكن تأتي على يقولون. ولذلك الآن لاحظوا الناس كيف يتنقلون الأخبار، وإن استعظموا محتواها ماذا يقولون؟ ترى مو كلامي، كما وصلني، يقول لك صح ولا لا؟ ليه يقول كما وصلني؟ عشان ما يجي عليه تبعات. يقولون عشان ما يتحمل المسؤولية. فالمنافق عنده هذه المرونة، فكانوا لا يصرحون وإنما يعرضون. ولذلك تولى كبره، قال يستوشيه في بعض الروايات، يستوشيه ويذيعه والعياذ بالله أيها الأحبة. فلم يجلدهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يوجد لديهم مستمسك.
طيب أي الرأيين في ظنك يا صالح أقرب؟ التفسير الأول أو التبرير الأول أن الحد تطهير وهم لا يطهرون، أم الثاني أنهم كانوا يعرضون ولا يصرحون؟ الميكروفون لصالح، نترك له مجال. 50 فيها. أنا أشوف الثاني. الثاني. طيب ليش؟ يعني أصلا إذا هم ما هم عارفين إنه عليهم الحد أصلا ما حتيجي الفكرة الأولى. يعني إذا ما مسك عليهم شيء فما حتيجي الفكرة الأولى أصلا، ما حتيجي الفكرة إنه هم منافقين فما ينفع جلدهم، ما حتجي. طبعا على الاحتمال الأول، التبرير الأول أنهم كانوا ماذا؟ يصرحون. لاحظ، على الاحتمال الأول الذين قالوا لم يجلدهم لأن الجلد تطهير، إيش يكون يا عمار؟ هم قالوا كما قال حسان وغيره، لكنه لم يجلدهم لأنه ما في فائدة. لماذا هذا التفسير أضعف من التفسير الثاني؟ لو أنه إحنا قلنا صفاتهم يعني الخبث والمكر، يعني يعرض، يعني ما يعطيك هي واضحة. ما شاء الله، في واحد جاوب الجواب المضبوط، ما شاء الله تبارك الله. أعطيني الميكروفون. اي والله، اي لأنه جاوب. اي قلت لك انه هذه ما هي من صفاتهم يعني. اي نعم. طيب شوف الآن الجواب الصحيح، قال هنا، قال الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم على الذي ظهر منهم وهو الإيمان. يعني أنت الآن قاعد تبرر الآن لقصة حدثت، فحينما تذكر المبررات يجب أن يكون المبرر مقبولا للشخص الذي في ذلك الوقت كان موجودا. فلو افترضنا أنهم كلهم مؤمنون الآن لأنه هو يظهر الإيمان، فكيف يجلد حسان؟ إيش المبرر؟ يجلد حسان لأنه مؤمن. طيب وهذا الرسول ما قال أنكم، يعني ما صرح بنفاقهم، وإنما كان يعلم أنهم منافقون، وهذا بينه وبين الله جل وعلا، لأن الرسول لم يذع إيش؟ أسماء المنافقين، وإنما كانوا يعرفون، ولا تعرفنهم في لحن القول. فإذا قال وهو يقول لا إله إلا الله، لو قال بمقولة يعني صرح بالتهمة لجلده النبي صلى الله عليه وسلم أخذا بالظاهر، لأن الرسول كان يعاملهم بإيه؟ بالظاهر. ولذلك صلى على عبد الله بن أبي بن سلول، صلى عليه لما مات، عاملهم بإيه؟ بالظاهر. إذن القول الثاني وهو أنهم كانوا يعرضون ولا يصرحون أوجه ولا مش أوجه؟ أوجه بسببين. أول شيء لأنه ترك جلدهم وهذا حد. اثنين أن الظاهر إيش؟ أن هذه طبيعة المنافق، أنه لا يصرح. وإذا يعني طالت بكم الحياة أيها الشباب والكبار، يعرفون بعض الناس، نحن نعرف أن هذا النفاق مرض. ستجد بعض الناس من صفاته النفاق، ويستطيع أن يصل إلى ما لا يصل إليه الناس الصادقون المؤمنون، ويتلاعب ولا يستطيع أحد أن يدينه. هذه صفة خبيثة في الإنسان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما جعل النفاق فقط هو الكفر، وإنما قال آية المنافق 3، يعني في علامات للنفاق نحذر منها وإن كان هذا مسلم. فتجد بعض الناس يصلي ويصوم ولكنه منافق في العمل، منافق في القرابة، ينقل الكلام وما تمسك عليه شيء، ويأتي إليك ويقول والله يا أخي أني أحبك في الله وكذا، ولكن كنت أمس في مجلس، ونفاق عشان يريد يفسد العلاقة، نوع من أنواع النفاق. وإذا جاء بصيغة من؟ الناصح الأمين، ويفتح لك الموضوعات وينقل الكلام الذي يؤذيك ويضرك، فهذه شخصية سيئة للغاية. فهؤلاء المؤمنون الذين جلدوا كانوا أبرياء، لذلك نقلوا الكلام، ظنوا أنه حقيقي فقالوا ما في قلوبهم. أما أولئك فالذي نجاهم من الحد أنهم لم يصرحوا به، وهذا القول فيما يبدو أنه أقوى. طيب الآن مرينا على أبرز أحداث هذه القصة العظيمة، وطولنا، أخذنا قرابة 2 ساعة الآن ونحن نتكلم في هذه القصة العظيمة الجليلة،
ولا يمكن أن نأخذ شيء من الآيات بلا شك. لكن أنا أريد حقيقة الآن الميكروفون يمر كذا، وكل واحد فيكم يذكر لي فائدة واحدة باختصار، وأنتم اكتبوا لي فوائد من هذه القصة. هيا. نعم نعم، تفضل. فائدة واحدة. التثبت من الأمر قبل الحديث في أعراض الناس. يا سلام يا سلام، والله تكتب بماء الذهب واللؤلؤ والمرجان. ولو لم نخرج من هذا الدرس إلا بهذه الفائدة، لا تتكلم في أعراض الناس، لا تطول لسانك. إذا رأيت الناس يتكلمون قل كما قالت زينب: أحمي سمعي وبصري. ابتعد. لا، الأعراض انتبهوا، لأن العرض الذي يطعن ترى ما عاد يرجع، ولن يسامحك أحد تكلمت في عرضه. ويشتد الأمر إذا كان المطعون في عرضه ماذا؟ إيش؟ لا ذو هيئة دينية. لا تطعن في أعراض العلماء، لا تتهم زوجاتهم ولا أبنائهم ولا بناتهم، لأنه الذي اتهمت فيه الآن في هذه القصة عائشة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم ماذا كان الهدف من هذا الطعن. الطعن لم يكن لعائشة، فعائشة 12 سنة، لكن المقصود نضرب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي جاء وأخذ منا الملك والرئاسة. فكلما كانت الاتهام يعني يضر بالدعوة ويضر بأهل الخير فهو شيء عظيم، فاحفظ لسانك. وكل هذا من القذف. وقلنا في البداية أن هذه الآيات، آية القذف، هي أصل في حد الفرية، سواء اتهمته بالنفاق، بالبدعة، بالحمق، بالبله، بأي شيء، أي سبة تدخل في هذا. فاحفظ لسانك عن أعراض الناس، بالذات إذا كانوا من أهل الخير. يلا. طيب، واحدة من هنا واحدة من هنا. طيب، أحسن شيء خذ الوحدات اللي زي كذا. نعم، قال هنا: الورع خير عاصم من الآثام. الورع، من أين أخذت هذه الفائدة؟ قالت: عصمها الورع. الله أكبر، ممتاز. تفضل. مهما كان، يا سلام، ما شاء الله، أرزاق، والله أرزاق. تفضل. مهما كان منزلة الشخص في الدين يتأثر. يا سلام يا سلام. من وين أخذتها؟ من بداية الدرس. نعم، من موقف من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني، وعائشة رضي الله عنها، وأبو بكر، والمجتمع المدني كلهم تأثروا. وهؤلاء والله لو قتل، يعني يا شباب، لو قتل لهم قتيل، لو مات للنبي، يعني لما مات للنبي عليه الصلاة والسلام ابنه إبراهيم ما تأثر كذا. معنى هذا أن الأذية بالكلام أشد من الأذية بالأرواح. أنت يموت قريبك، يموت أبوك، تموت أمك، تبكي يوم يومين وتنتهي القضية. منتهي. أما في هذه القصة الأمر منتهي، في شك وفي تفكير. موضوع الميت خلاص تدعي. نعم. فإذا الإنسان مهما علا كعبه وكبرت مكانته إلا أنه يظل بشر يتأثر. وكان هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مما يقولون. فهذا شيء معلوم عند الله سبحانه وتعالى. أحسنت. طيب، وهنا عندنا في أنس عندهم. طيب، سنصل لأنس، بس أبغى يعني أستعرض. ما شاء الله تبارك الله هنا. طيب، تقول: قذف المحصنات عند الله عظيم. نعم، كلام صحيح. وأعظمه قذف أمهات المؤمنين. ثم تقول أيضا أنس يقول: براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قرآن يتلى إلى يوم القيامة لا يقذفها إلا كافر بالقرآن. أحسنت. وأجمع أهل العلم، هذا من الأحكام، أن من قذف عائشة رضي الله عنها بعد تبرئة الله لها بالقرآن فإنه كافر. لا يجتمع في قلب إنسان يتهم عائشة اليوم أو بعد أن نزلت هذه الآيات والإيمان، ما يجتمع إيمان واتهام عائشة بعد هذه الآيات. أجمع أهل العلم من السلف والخلف وكل من يعني ينسب إلى الإسلام إلى أن من اتهم عائشة رضي الله عنها لأنه اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام. واضح؟ إذن هذه فائدة أيضا جميلة. تفضل سعيد. ما عنده؟ طيب، من كان له فضل من فوائد فليعد به على من لا فائدة له. طيب، سعيد. الله، شوف هذه الفائدة الجميلة.
شيرين تقول عفو سيدنا أبو بكر الصديق عن مصطل يعفو الله عنه. لا إله إلا الله. أنت تريد الله يعفو عنك؟ اعفو. وهذا يدل على مكانة أبي بكر رضي الله عنه وأنه لا يصلح لمثل هذا المقام العلي. لذلك يا إخواني لما نقول إحنا في أنفسنا بماذا سبقهم أبو بكر، هذا الموقف في أحد يتحمل؟ لا، ويروح كمان يعيد النفقة ويضاعفها على تلك الرواية، هذا لا يفعله إلا يعني أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم تفضل. في فائدتين، الأولى التروي، النبي صلى الله عليه وسلم ما استعجل في اتخاذ أي قرار ولم يؤذيها. يا سلام، الله ثم أكبر. استشارة الثقات وأهل العقول الراجحة. يا سلام يا سلام، ثنتين هذه يا محمد. بس احنا في ثنتين. ما شاء الله. طب لحظة دقيقة، فسمعتم كلامه؟ إنسان إذا ابتلي يا إخواني أعقل من الرجال، ولا تروح لإنسان تعرفه بالتهور، ولا تروح يعني حتى شوف يعني واحد من العائلة وواحد من خارج العائلة. اللي من العائلة علي، لأنه يهمه نسب النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا يعني ذكاء النبي عليه الصلاة والسلام وحكمة النبي عليه الصلاة والسلام. عدم الاستعجال في مسألة الطلاق بالذات فيما يتعلق بسبب إيه؟ تهمة. فإذا رأى الإنسان على أهله ما يكره أو شك فيهم أو كذا لا يستعجل بالطلاق وليستبن، لأن هذا أمر خطير جدا. طيب أحيانا يعني بالك الذهن السؤال يعني إنه الفترة صلى الله عليه وسلم 37 يوم كما تفضلت أنت. يعني الفترة طويلة جدا، يعني حتى يعني يجلس مع عائشة ويتحدث معها في الموضوع هذا يعني. نعم. أو إنه يستشير أحد من الصحابة رضي الله عليهم. طيب. علي بن أبي طالب وأسامة، ليش الفترة الطويلة هذه اللي جلس حتى يستشير أسامة بن زيد وعلي بن؟ جاوبنا على هذا، ما رأيكم؟ لماذا جلس النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفترة الطويلة؟ كان ينتظر الوحي لثقته في من؟ في عائشة، بس ما تحمل. لما عدى الشهر لم يتحمل، فخطأ خطوة إلى الاستشارة. نعم عليه الصلاة والسلام. ها أنس تفضل. المؤمن متأكد، بس أظن إيش اسمه محمد صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع عائشة، كان يمشي مسيره بعد محمد صلى الله عليه وسلم ضاع وقت على صار ليلة، بعدين كمان إيش اسمه وعائشة كان تعبان، بعدين أيوة. أبو بكر يعني ما كان إيش اسمه ما كان زي يعني أيوة ما كان يعني يعطي ثلج وكل شيء يعطيه بعدين عائشة كان زعلان في أبو بكر. هذه القصة أنا ما عرفتها والله يا أنس، ما عرفت هذه القصة. هل نسمح له أن يقولها بالإنجليزية يمكن نفهمها؟ لأنه حاول أن يقولها بالعربية أو تعرف القصة؟ طيب خلاص، تريد تقولها بالإنجليزي قولها. طيب نسمح لك. لما محمد صلى الله عليه وسلم كان يمشي في الليل walking at night, and then he lost the time, and then it came at dark, and Aisha was like very tired. هذيك حسبك انها صفيه يمكن صح؟ القصه غير واضحه لي عشان ما يضيع علينا الوقت ان شاء الله تعالى. احسنت، بارك الله فيك على المحاوله. انا مبسوط جدا يا انس انك انت حاولت تجيب قصه وتتحدث باللغه العربيه، لانك انت موجود هنا عشان تحسن اللغه العربيه. تمام، وبارك الله في والدك الذي اتى بك، جزاك الله خير. طيب ناخذ فائده ايضا، ناخذ الله اكبر. شوف هذه الفائده، يقول ان الشر الذي نكره ربما يكون خيرا لنا، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. من اين اخذها؟ من اين اخذ هذه؟ ان عائشه رضي الله عنها مرت بظرف صعب جدا. نعم. ثم نزلت براءتها من فوق 7 سماوات وصارت تتفاخر بهذا، وصار من يتهم عرضها بعد ذلك ايش؟ كافر. فهذه ان مع العسر يسرا بل فرج عظيم. احسنتم. الادب اللي عنده يرفع يده يا اخواني. ها
يا سلام. عندك من الله ولي الصالحين إذا أراد الله بك بضر فلا كاشف له إلا هو. يا سلام والله. شوفوا يا إخواني الالتجاء، يعني قالت كما قال أبو يوسف فصبر جميل. فلا يلتجئ الإنسان في مثل هذه المواقف إلا لمن؟ يا إخواني تخيلوا أمر عائشة رضي الله عنها، حتى الرسول وهو أحن خلقي عليها ما نفعها، أبوها وأمها ما عرفوا شو يسووا، فحينئذ التجأت من الداخل، علمت أنه لا منجى لها من الله إلا إليه. طولنا كثير والله. أنس ينظر إلى الساعة وكأن الصلاة. ها كم بقي؟ 8 دقائق. إذا لابد أن نختم. الحقيقة في فوائد كثيرة عندنا وعند الإخوة هنا ما شاء الله تبارك الله، يعني فوائد كثيرة والله لو جمعت يا إخواني لكان خير. يعني نتمنى بإذن الله تبارك وتعالى أن يجمعها أحد من التعليقات ويرسل بها إلينا. لكن ذكر العلماء من فوائد هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الغيب، وأن القرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى. فما وجه الدلالة يا خالد؟ وجه الدلالة يقولون الرسول ما يعرف الغيب وأن القرآن من عند الله وليس من عند الرسول. جاوب كيف؟ قال بعض العلماء يستفاد من قصة الإفك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وأن القرآن من عند الله، فكيف؟ وجه. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم عن طريق الوحي ما يعرف الغيب. هذه معلومة واضحة. لو سألتك قبل ما نبدأ الدرس، لو سألتك قبل الدرس هل يعلم الرسول الغيب؟ ستقول لا. هل القرآن من عند الله ولا من عند الرسول؟ بتقول من عند الله. طيب هذه القصة تدل على ذلك، فكيف؟ يا جماعة يفهم يا شباب، ما أعجلكم، اتركوا الرجل يفكر. ايوه لانه ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم ايوه اللي صار، وبالتالي ما عرف عن طريق الوحي. لا هو طبعا لم تفهم السؤال. انا اجاوبك على في فايروس. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الى عائشه رضي الله تعالى عنها وسالها ان كنت فعلت كذا، وجاء عمل احتمالي. الله يفتح عليك، مما يدل على انه لا يعلم الغيب. وهذا قلت طيب انا لن ارد عليك يا اخي خالد، انا لن ارد عليك. انا ابغاك اصلا، كنت ابغاك تجاوب، لكن هؤلاء لا يريدونك ان تجاوب. الحين كانك صفيت معهم. اي نعم، حاولوا يلخبطوك. وهذه نعم. اذا النبي عليه الصلاه والسلام لو كان يعلم الغيب لما جاء واستشار فيها ولما سالها. هذا دليل على انه لم يكن يعلم. طيب الان وان القران من عند الله، كيف؟ من وين اخذناها؟ منه لو كان من عنده كان من اول يوم نزل الايات. يا سلام، يا ما شاء الله. لا. لو كان القرآن من عند رسول الله اليوم الثاني ينزل الآيات هذه وانتهينا خلاص، وينهي القضية، لأنه خلاص بيده القرآن. فهذا قال العلماء يدل دلالة قاطعة أن الوحي لابد أن ينزل من عند الله، وأن القرآن وحي الله جل وعلا وليس كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن والله فوائد كثيرة اليوم. ها؟ يا سلام والله فوائد يعني عظيمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهذا الجيل. يعني كثير جدا صراحة، كثيرة جدا. والوقت يعني الآن حضرت عندنا الصلاة. يقول لكن الشيخ ابن عثيمين قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشك بأن عائشة وقعت بالفاحشة لأن النبي الأنبياء معصومون. ما رأيكم في هذا الكلام؟ النبي هل شك؟ لم يشك عليه الصلاة والسلام. هو يعلم قطعا بأنها لم تفعل. لماذا؟ لأن جميع الأنبياء أزواجهم زوجاتهم معصومات من الخيانة. بحكم إيش؟ بحكم إيه؟ بحكم أنها الزوجة. وقوله تبارك وتعالى فخانتاهما، ليست الخيانة اللي هي خيانة العرض، وإنما خيانة الكفر. تمام؟ خيانة الدين. طيب كيف نفسر فعل الرسول؟ ها؟ متضايق، وهذا نوع من التنفيس لما يسأل ويستشير.
ولما قال لعائشة رضي الله عنها ماذا أراد يا إخواني؟ أراد أن يستبين منها أن ترد التهمة عن نفسها. طيب أيضا في فائدة أخيرة يا شيخ. تفضل يا شيخ تفضل. لا تساعد أهل الشر في نشر الإشاعات الكاذبة. لا تساعد أهل الشر في نشر إشاعاتهم. أيوة هذه مهمة جدا قبل أن نذهب، هذه مهمة. إيش قلت؟ يعني أهل الشر الآن هم ينشرون حاجات، بعض الناس يساعدهم وينشر لهم في المواقع. وتعرفوا للأسف الشديد أن أهل الشر ينقلون أخبارا سيئة عن أهل الخير وعن رجل مستقيم وربما داعية أو شيخ، ثم يأتي أهل الخير يقولون ما دريت إيش قالوا، كيف تبى تدريني؟ لازم ترسل بوست، لازم تضع إعلان إنه حتى لو كنت تبى تدافع فلا يوجد أفضل من عملية الضغط على زر عدم الإعجاب والحذف. إذا سواه في اليوتيوب عدم الإعجاب عشان ما ينتشر، لأن هذه التكنولوجيا أنتم تعرف من يعني بها مني تنتشر مع كثرة المشاهدات والضغط على اللايك، أليس كذلك؟ أنت هنا تنشر، فلا تأخذك الحمية ويضحك الشيطان عليك فتنشر الكلام. ثم يا إخواني كل إنسان فينا يعرف كيف تنتشر هذه، فضع نفسك مكان من قيل فيه. أتحب أن الناس يعني يتداولون الخبر ولو كان بصيغة الدفاع عنك؟ الجواب لا وكلا، أنا ما أود أنكم تعيدوا هذا. ولهذا إذا جئت عند إنسان وأنت تحترمه ما تقول له والله أنا سمعت الكلام وهو لا يليق بك ودافعت عنك، حتى هذا مجرد الكلام ده ما تقدر تقوله لأنه يؤذيه، صح ولا لا؟ فإذا أن نميت هذه يعني الأخبار والتهم الفاسدة التي تتناقل، وأن نحذر يا إخواني، فإن هذا الكلام أيها الأحبة وصل بالصحابة كلهم إلى الهم والغم، ليس الرسول عليه الصلاة والسلام وحده. فالطعن في الأعراض يهدم البيوت ويزلزلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي أعراضنا وأعراض المؤمنين والمؤمنات، وأن يحفظ ألسنتنا، وأن يرزقنا الورع وصيانة اللسان، وأن لا يجعلنا ممن يعني ضحكت عليه نفسه وهواه والشيطان وأتى بمبررات لا تقبل في نقل هذه الأخبار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وإياكم في هذا المجلس المبارك، وأن يطهر قلوبنا وقلوبكم، وأن يعفو عنا وعنكم، وأن يجعل هذا المجلس مباركا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحقيقة أيها الإخوة والأخوات عن بعد إنني أعتذر إليكم، والله أنا ما انتبهت الوقت، أنا لم أنتبه الوقت صراحة، وأنا لا أدري أنتم ليش ما نبهتوني، يعني ساعتين وربع. فأنا والله أعتذر منكم أيها الأحبة، أنا أحب أن نلتزم بالوقت بداية ونهاية، لكن اليوم استطردنا حتى ما كفانا والله. الأسبوع القادم سنأخذ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسامحونا، والسلام عليكم.